المغاربة بن عمي الجزائر، ناس في العالم كامل. السلام عليكم ورحمة الله. Good afternoon. Bonsoir tout le monde. Alors اليوم دابا 31 اليوم 31 أكتوبر، عندنا دابا 6:30 في المغرب، وقيلا شحال 2:30 ولا شحال في نيويورك، والتصويت في مجلس الأمن اللي ما كانش خصو يكون أصلا. دابا ما عندنا غرض، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الهيئات الدولية دير شغلها على صحراء المغرب، على السودان، على بنغلاديش، على باكستان، أفغانستان، مكسيك، فنزويلا، المهم الصين، هونغ كونغ، جبل طارق، سبتة مليلية. ما عندنا غرض. هذيك أجهزة دولية خدامة الله يعاونها، ولكن أنا الخطاب ديالي بغيت نوجهو لبني عمي الجزائر، الشعب ماشي النظام. واللي بغيت نقول لكم المسائل اللي ديال انا ما كتعجبنيش داك خاوه ما عندها حتى معنى. كانت عندها معنى، في الاخر ما بقى عندها معنى، ولكن حنا ولاد العم ماشي خوت. لان الناس في اندونيسيا خوتنا، والناس في كولومبيا خوتنا، وفي البرازيل، وفي تركيا، وفي العراق، وفي جنوب افريقيا، وفي جميع بلدان العالم، وحنا خوت. ولكن حنا المغاربه والجزائر اكثر ما حنا مع التوانسه، حنا ولاد العم. المغرب، الجزائر، تونس بصفه خاصه، وموريتانيا كنا دائما لحمه واحده تاريخيا منذ عهد الممالك الامازيغ. في التوحيد، احنا غنجيو للتفاصيل، في التوحيد ديال المغرب الكبير مع المرابطين والموحدين وجزء من المارينيين، حنا ولاد العم شاركين الدم. نمشيو نديرو دابا التحليله ديال لادين ديال هاد 40 مليون مغربي، و32 ولا 36 مليون جزائري، و16 مليون ولا شحال ديال التوانسه والموريتاني، وغنشوفوا شحال النسبه ديال الدم اللي شاركين. ولكن اكثر نسبه في الاشتراك ديال الدم هي بين المغاربه والجزائر. حنا ولاد العم، وكنا ديما خوت وحباب، وكنغيروا على بعضنا. ولكن من 75 ملي الحسن الثاني الله يرحمه والمغاربه قرروا باش يسترجعوا الصحراء ديالهم، بدات واحد الاله خدامه في الجزائر، الاله الاعلاميه وفي المدرسه، ومع ذلك ما نجحتش. لان اللي صغير الاجيال كيخصك معروفه في العلوم 25 سنه، يعني جيل اللي تغير الافكار. دابا دازت 50 سنه، نقولوا دازت 40 سنه، يلا تغير الشعب الجزائري بداك الاله الديماغوجيه الاعلاميه والاله الديماغوجيه ديال المنظومه التربويه التي حاولت تفكيك كل ما كان يجمع بيننا. ولكن مع ذلك فشلت هذه المنظومه النظاميه العسكريه في الجزائر، فشلت باش ترسخ في الذهن ديال الناس هذه العداوه بين الشعبين، حتى ولينا في هذه العشريه الاخيره ما كاملاش يمكن 10 سنين، دابا اقل من 10 سنوات، كانوا غير المسؤولين اللي كيتحاربوا بيناتهم وكيديروا الدبلوماسيه في جميع الحالات. ولكن دابا ناض الشعب، وناض الشعب الجزائري ولا كيتهكم على المغاربه وكيعاير في المغاربه، والمغاربه ما جاوبوش. ولكن في الاخر ناضوا حتى المغاربه كيجاوبوا. كثرت وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعه الحال، كيف ما كنا المغاربه ناضوا كيعايروا في الجزائر خصهم يردوا. ولكن ملي ناضوا الجزائر كيتهكموا على المغاربه ويعارضوا المغاربه ويحاربوا المغاربه ويعايروا في المغاربه ورميوهم بالعراض ديال بناتهم وديال كذا، المغاربه بقاو صابرين. في الاخر ناضوا. دابا ولات حرب ضروس على وسائل التواصل الاجتماعي بين جزء، ماشي كل شيء، بين جزء من الشعبين الجزائري والمغربي، وهذا خطا فظيع. وهذا الشيء هذا كله غنتجاوزوه، وملي غادي ترجع المياه الى مجاريها ما غاديش تكفينا 25 عام ولا 30 ولا 40 عام. 5 سنين غادي نرجعوا بحال انكور الاستيك كتجبدوا، غير كتطلقوا كيرجع للطا انيسيال. ما غندوزوش 5 سنين حتى غنرجعوا كيف ما كنا في الستينات والسبعينات، وملي شاركنا في حرب التحرير مجموعين وكذا والى اخره. الروح ديال عهد الاستعمار وعهد محمد الخامس وعهد الحسن الثاني وكذا غادي نرجعوا. يعني ما غاديش تبقى غير اليد الممدوده، ولكن 5 سنين غادي نرجعوا خوت وحباب ونضيفوا بيناتنا وما عندنا غير. دابا انا اللي كيهمني في الشعب الجزائري هو علاش يمشي، يعني واش الانسان جاهل حتى لهذه الدرجه باش يمشي في هذه الاله الديماغوجيه ديال النظام العسكري الجزائري الذي يجثم على صدور الجزائريين. حنا ما عندنا غرض فيه يكون عسكري ولا يكون مدني، حنا بغينا غير الخير لخوتنا الجزائر بني عمنا. ولكن هو في الحقيقه يضر الشعب الجزائري. دوله شعب عظيم، شعب بخير، مضياف، الكرم والشهامه والنخوه وكل شيء، زعما ما بقاوش
كيف ما المغاربه كيما التوانسه كيما باقي الشعوب الحمد لله كلنا فينا النخوه وفينا الانفه والرجوله والشهامه الى اخره، وكلنا الشعوب كلها راه طوب وحجر، واخا كيكونوا الشهامه والنخوه والانفه والرجوله راه كاينين الشمايت، كيف ما كاينين الوطنيين والشهداء والمناضلين على من اجل الوطن وكرامه الوطن واستقلاليه الوطن، كاينين البياعه زعما معطى تاريخي وشعبي وانساني. ولكن علاش دابا الشعب الجزائري يمشي مع الاله الاعلاميه والتربويه ديال النظام الجزائري في منازعات المغرب في صحرائه؟ انا بغيتي واحد السؤال، بغيت انا خوتي الجزائر جاوبوني على سؤال واحد، اشنو كيعني الجزائريين؟ دابا خلينا من النظام، كنهضروا على الشعب، على البشر، كنهضروا على العباد، على بنادم. شنو كيعني هاد العباد ديالنا بني عمنا في الجزائر؟ شنو كيعنيهم الى المغرب استرجع الصحراء ديالو، الى اسبانيا استرجعت جبل طارق اللي مستعمره اسبانيا، الى الى الصين استرجعت شي جزء من التراب ديالها، الى اليابان استرجعت شي جزء من التراب ديالها، الى جنوب افريقيا الوسطى استرجعت شي جزء من الارض ديالها، الى جزر القمر لي زيل كومور استرجعت جزيره من الجزر ديالها. شنو كيعني الشعب الجزائري هذا الشيء هذا؟ فاش كيضركم نتوما جزر القمور والصين واندونيسيا والمكسيك ماليزيا والمغرب واسبانيا وافريقيا الوسطى وتنزانيا، شنو كيعنيكم نتوما الى شي بلاد استرجعت واحد الجزء من الارض ديالها؟ كيف ما دابا حنا مثلا كمغاربه غادي نقولوا ودي الجزائر في الوقيته ديال الاحتلال الايطالي لليبيا كانت موسوليني الله يرحمه استولى على شي ارض جزائريه في شرق الجزائر، جات الجزائر في اطار الامم المتحده، في اطار محكمه العدل الدوليه، في اطار الحوار مع الاشقاء الليبيين، واسترجعت هذاك الطرف ديال الارض ديالها الاجزاء الشرقيه ديال الجزائر. شنو كيعني المغاربه او التوانسه الى الجزائريين استرجعوا واحد الجزء من الاراضي الشرقيه ديالهم كانت داها موسوليني، كانت داها النظام الاستعماري وعطاها ليبيا وورثوها الليبيين؟ شنو كيعنينا حنا؟ ما كيعنيناش. اشنو كيعني الليبيين الى التوانسه استرجعوا واحد الجزء من الاراضي الغربيه ديالهم اللي عطاتها فرنسا للجزائر؟ الليبيين ما عندهم غير هذول المصريين، علاش يدخلوا فيها؟ راه نفس المنطق. نتوما الجزائريين دابا نوضتوا كتعايروا في المغاربه وترميوا العراض ديال بناتهم وكذا وسميتو، وكنتوا كتشجعوا زمان الفراقي ديال الكره ديال المغرب وعزيز عليكم الوداد والرجاء والمغرب الفاسي ونادي القنيطري، كتعرفوا الفراقي ديالنا كما كنعرفوا الفراقي ديالكم وعزازين عليكم، كنتوا كتدعموا المنتخب المغربي كما المغاربه كانوا كيدعموا المنتخب الجزائري، حتى وليتوا كتبغى الفرق ديال المغرب خصها تنهزم في الشامبيونز ليغ ديال افريقيا، المنتخب المغربي خصو ينهزم في اي بلاصه مشى يلعب واخا غير مقابله وديه. يعني علاش وصلتوا لهذا المستوى؟ الور كو باش نمشي لكم من الاخر، الصحراء الغربيه صافي نسميها باللغه ديالكم، الصحراء الغربيه اش من علاقه عند الجزائر بها؟ شنو كيعني الشعب الجزائري فاش كيضروا الى المغرب استرجع الصحراء ديالو، الساقيه الحمراء هو الذهب، العيون الداخله، بوجدور، بوكرع الى اخره، الكركرات، السماره. شنو كيعني فاش ضر الشعب الجزائري؟ الا كان استرجاع ديال المغرب الاراضي ديالو التاريخيه التاليده كيضر الشعب الجزائري، حنا المغاربه غادي نوضوا غنقولوا لسيدنا الله ينصروا هذه الارض ما بغيناهاش. علاش؟ لان كضر خوتنا الجزائريين. ولكن الجزائريين كشعب ما عندهم حتى علاقه مع الصحراء اللي استرجع المغرب. يقولوا لي دابا الا كان نتوما عندكم شي ضرر وريوه لينا كشعب، خلينا من النظام. دابا النظام الملكي في المغرب والنظام العسكري في الجزائر خليهم بوحدهم، حنا كشعب، شعب لشعب، خاوه صافي اللي كتقولوا خاوه بني عمي. واش راك غايه؟ انا زعما كندوي كباحث دابا ماشي حتى كمغربي، كباحث في التاريخ وفي التراث ديال البشر كامل كاع، ماشي غير ديال المغرب ولا شمال افريقيا بوحدها. شنو كيضر الشعب الجزائري الى ليبيا استرجعت شي ارض ديالها من السودان، او مصر استرجعتها من السودان، او السودان استرجعتها من مصر، او الجزائر استرجعتها من ليبيا؟ شنو كيعني المغاربه والتوانسه مالهم الموريتانيين مع الجزائر؟ خوتنا استرجعوا ارض ديالهم كانت داها لهم الاستعمار الايطالي. نتوما الصحراء ما عندكم بها حتى علاقه وبعيده عليكم وما فيها حتى شي حاجه. علاش تمشيو مع النظام العسكري؟ لان مساله ديال الجيوبوليتيك، مساله ديال المواقع، مساله ديال الزعامه في شمال افريقيا، مساله ديال الزعامه في العالم العربي. حنا راه عشنا هذيك الزعامه ديال الحسن الثاني وجمال عبد الناصر ومحمد انور السادات وسميتو هواري بومديان وحفيظ الاسد وصدام حسين والقذافي، حافظينهم كاع، والملك حسين الله يرحم الروح، دابا هذو كلهم مشاو الله يرحمهم، ولا لاحقا كذلك، والملك فهد ولا الملك فيصل في السعوديه وكذا، وهذه كل واحد باغي يكون هو الزعيم ديال العرب. هذاك الشيء عشناه. راه كندوي معكم انا في عمري 60 عام ونص.
دونك هاد الزعامه فهمناها بين الانظمه، ولكن بين الشعوب غادي نوضوا دابا حنا. اش غادي نقول؟ مثلا دابا الامارات العربيه المتحده مثلا استرجعت شي جزيره كانت يمكن محتلها يمكن استراليا كاينه لتحت، ومحتله واحد الجزيره قباله الامارات العربيه المتحده، وجات الامارات العربيه المتحده استرجعت هذيك الجزيره. نوضوا حنا المغاربه والجزائر والتوانسه وموريتان نوضوا نمشيو ننازعوا نقولوا لمولدي الله علاش الامارات استرجعت الجزيره من ماليزيا ولا من استراليا ولا من ايرلندا ولا من الانجليز، الامبراطوريه التي لم تكن تغرب عنها الشمس، ولا الهند استرجعت الطرف من الارض ديالها من عهد الاستعمار البريطاني. نوضوا حنا دابا المغاربه والتوانسه والجزائر والموريتان والليبيين والمصريين نبداو نقولوا لمولدي الله علاش الهند تسترجع ديك الارض. دابا هي هذه الحاله ديالكم نتوما الشعب الجزائري. زعما سمحوا لي يعني هذا راه قمه ديال الجهاله وقمه ديال العداوه الرخيصه والبائسه باش انكم نتوما كشعب تنوضوا تنازعوا الشعب المغربي في استرجاع جزء من الاراضي ديالو. لا يقولوا لي فين نتوما شنو فاش دراكم؟ الى اسبانيا استرجعت جبل طارق اللي فتحوا جبل طارق يعني طارق بن زياد ديالنا لمزيغن. يلا فاش كتضركم نتوما الصحراء صافي. انا غنجي لكم الاخرى اللي غتضركم، هذيك غادي تضركم وغنفهمكم فيها، ولكن هذه ما نفهمكمش فيها. ما عندكمش حتى شي عذر، لان الصحراء الغربيه ديال المغرب ما عنده حتى علاقه معها الشعب الجزائري، والنظام الجزائري ما عنده بها حتى علاقه، والتاريخ الجزائري ما عنده به حتى علاقه نهائيا. علاش نتوما اش حرقوا لكم تنوضوا نتوما تعادلوا بني عمكم المغاربه؟ علاش؟ لان استرجعوا الارض ديالهم. دابا نتوما ما قارينش التاريخ باش نحط لكم انا المنظومه التربويه من عهد بومدين والله يرحم الروح، وهي جايه كدير لكم في غسيل الدماغ. ما قراوكمش باللي ان المغرب تاريخيا يمتد من نهر السنغال الى طنجه والسبته واحفير صافي، وكلهم بشار يعني بشار وتيميمون والعبادله والقناتسه وتندوف صافي. هذيك تندوف هي اللي غنرجع لكم، وهذه غضركم وغادي نفهمكم فيها ضريتو، لان دابا ولات الجزائريه وفيها كتحتضنوا المرتزقه ديال البوليزاروي جايه ملقطين لقطاء، يعني الملقطين كلهم منين لقطوهم، ماشي كلهم مغاربه ماشي كلهم الجزائر ماشي كلهم منين مرقط اللقطاء. تندوف الى حدود 1946 ولا مع 49 باقي فيها الفلوس المغربيه اللي كتروج في تندوف، باقي فيها التامر البوسطه ديال المغرب ياك، وباقي فيها صالات الجمعات وقاموا باسم السلطان اللي هو محمد الخامس الملك الله يرحمه. دابا داروا لكم غسيل الدماغ باش ما تفهموش باللي ان راه المغرب كان يمتد من نهر السنغال الى طنجه وسبته واحفير، يعني السعيديه قدامكم الواد فرقكم. ما قراوكمش باللي ان الامبراطوريه المرابطيه والموحديه ديال مراكش وصلوا الى شمال لشبونه والى طليطله، يعني كنا كنحكموا وكانوا الخلفاء الموحدين والمرابطين وعاصمتهم مراكش، كانت هي العاصمه ديال مهران ولا بجايه ولا تلمسان ولا عنابه ولا قسنطينه، لا كانت العاصمه ديال مراكش. الا كان شي واحد يقول العكس مرحبا به يعاود يقرينا التاريخ. يعني كانوا الملوك ديالنا المرابطين والموحدين حتى البدايه ديال المارينيين كانوا يعينون القضاة ويعزلون الولاة صافي. يعني كنا كنحكموا وكنفلحوا ونديروا التجاره والصناعه والحرف التقليديه والبناء والتدريس وكل شيء. والاثار دابا راه باقيه تما في اسبانيا وفي البرتغال، وانا اختصاص ديالي التراث المغربي البرتغالي، وباقي العادات والتقاليد يعني هي نسموها حنا سيدي مغاربيه صافي، اللي في اسبانيا والبرتغال اكثر ما هي مشرقيه ديال الامويين ولا ديال الشام. كيف ما وصلنا حتى لبواتيي يعني طلعنا سيدي على هذا برشلونه دابا اللي مدوخه العالم ديال المكلخين اللي مبليين ما مبليينش بالكره باش يتقفوا، ولكن مبليين بالكره عن جهاله. يعني طلعنا على كاتالونيا ومشينا توصلنا لبواتيي وكنا قريبين كاش دينا بواتيي وكان راه عالم اخر. ما قراوكمش هذا الشيء هذا، ولكن نعرف شنو قراوكم وبوتفليقه كان كيقولها، ودابا هذاك تبون حتى هو غيعاودها، وشي مؤرخين جهلاء جزائريين مع كامل الاحترامات ديالي كيعتبروا الامبراطوريه الموحديه جزائريه. سبحان الله، دابا العاصمه ديال الامبراطوريه الموحديه التي كانت تمتد الى برقه، يعني من نهر السنغال الى طنجه الى برقه طرابلس الغرب ياك في ليبيا. علاش ما تكونش العاصمه ديالها خصها تكون النواه في الوسط، خصها تكون هي الجزائر، كان خصها تكون قسنطينه، تكون عنابه، تكون الجي، تكون بجايه، سيدي وهران. لا كانت مراكش. الا قال شي واحد فيكم راجل ومراه باحث وصنديد
يجي يقول لنا ودي العاصمه ديال الموحدين ما كانتش هي مراكش، واخا راني في واحد اللايف غادي تقول سيدي عبد المؤمن، الله شابو برافو عبد المؤمن بن علي. عبد المؤمن بن علي دابا جزائري صافي، بالمنطق القطري، بالمنطق الضيق الهجين المكلخ الجاهل ديال اليوم، عبد المؤمن جزائري. مزيان. قوميه ياك نتوما ما عارفينش حتى فين جات قوميه. هذا عبد المؤمن كان تلميذا للمهدي بن سومرت، هرغا حدا مراكش ياك ولا لا؟ جابوا لقيتها فاش تزاد عبد المؤمن في الجزائر كيف ما تزادوا جدودكم كاملين عن بكرة أبيكم ملي تزادوا فوقية المرابطين. شنو كانت داك الساعه؟ ما كانتش الجزائر كتحكمها مراكش، كانت الجزائر ماشي تونس، كانت الى حدود بجايه. هذا عارفين ديك قلعه بني حماد وكذا، حنا عرفنا بني حماد وداك الشيء وبنو رستم وداك الشيء راه كنا عارفينه. في الوقت هاد المرابطين وعاصمتهم مراكش اللي ديك الساعه هما اللي اسسوا هاد الامبراطوريه من نهر السنغال الى سبته بجايه. دونك ملي تزاد الناس اللي من بجايه لهنا كلهم الجزائر اللي تزادوا كلهم تزادوا تحت الظل ديال مبايعه الخليفه المرابطي، يعني امير اللي كان سميتو الاول امير المسلمين ومن بعد خدا امير المؤمنين يوسف بن التشافي. عبد المؤمن تزاد مغربي صافي، وكان يحكم من مراكش في عهد المرابطين. واخا ملي ناض المهدي بن سومرت دار الدعوه بان له عبد المؤمن شاب ذكي مغربي ذكي، جابوا معاه كان غيمشي لتونس قالوا لا اجي انت معايا هنايا وجابوا. علاش عبد المؤمن ملي جزائري بهذا المنطق القطري السخيف الهجين المريض الجاهل ما مشاش نقل العاصمه من مراكش ياك ولا امبراطور حتى واحد ما كيقد عليه؟ علاش ما نقلش العاصمه من مراكش وداها لبجايه؟ علاش ما داهاش لوهران؟ علاش ما داهاش لتلمسان؟ هنا تلمسان الادريسيه المرينيه المرابطيه الموحديه حتى هي، علاش ما داهاش ليها العنابه اللي قتلتو فيها بودياب اغتيال لان راجل ونص بودياب واغتالته المخابرات ديالكم ديال الجزائر؟ علاش؟ لانه كان راجل وكان هو الوحيد من بقايا المجاهدين المقاومين الاشاوس الصادقين الوافين بالعهد صافي. تم الاغتيال ديالو في المنصه هو داير بحال هكايا وبدا كيتلفت لان شاب كيتلفت هكا وكيتلفت هكايا، قرطسوه ضربوه قتلوه باش يقتلوا اخر النبلاء ديال المجاهدين ديال الجزائر. ها قول الله اكبر. عبد المؤمن خصو ينقل العاصمه من مراكش. دابا نتوما كتبجحوا هادشي اللي كيقرر لكم في المانيوال سكولار. كنتحدى شي واحد فيكم يجبد لي مانيوال سكولار كيهضر على التاريخ ديال الموحدين كما هو. خليو عليكم دابا المراجع ديال المغاربه، سيروا قراو ابن خلدون صافي، ياك هذاك 90% تونسي مغربي. واخا خليو عليكم نتوما كاع هادشي اللي كتبوه لي مغاربه توانسه والجزائر والمغاربه ما تقراوش نهائيا ما تقراوش المصادر اللي تكتبات باللغه العربيه نهائيا. سيروا قراو غير ما نشر الاسبان، ما نشر الفرنسيس، ولا ما نشر الباحثون اخرون في المانيا في ايطاليا على شمال افريقيا، وشوفوا واش غادي يقولوا لكم ودي بان العاصمه ديال الموحدين كانت في مراكش ولا كانت في بجايه ولا كانت في عنابه، لان عبد المؤمن كان جزائري. راه ما كانش جزائري، كان مغربي، وجدودكم اللي تزادوا في ذاك الوقيته كانوا مغاربه وكانوا يبايعون الملك المغربي لان العاصمه هي مراكش. وكانت العاصمه في بجايه كنا حنا تزادنا ولاد سيدي كنا الجزائر حتى حنا، وكان بايعوا الملك اللي كان في بجايه ولا في عنابه ولا في قسنطينه ولا صافي وفي الهوكار كاع لتحت ولا في كان في مراكش. هادشي ما قراوهش لكم، هادشي هو اللي خلاكم باش تجيو ساهله باش انكم واخا بعد 40 عام ماشي بعد 25 عام دخلتوا في هذه الصيروره ديال الجهاله ديال انه نعتبروا عبد المؤمن جزائري ونبداو نقولوا الامبراطوريه الموحديه الجزائريه. لا، الامبراطوريه الموحديه ماشي جزائريه، بلغه الجغرافيا الامبراطوريه الموحديه مغربيه بالمنطق القطري الهجين السخيف الجاهل ديال اليوم، مغربيه. ما غاديش نقول انا مغاربيه صافي اون طونك شيرشور كنسميها مغربيين. ولكن الا جينا التعصار ديال نجلسوا البيضه في الطاز، لا سيدي ماشي مغربيين. لومبيرا المرابيد، لومبيرا الموحد، لومبير ميرينيد في النص ديالو مع بعد ابو عينان، سيتي ماروكان، سيتي با مغربان صافي. وحدنا المغرب العربي، غنسميوه المغرب العربي الان مازال ندخلوا عاوتاني في المشاكل. لو مغرب فرنساويه مزيانه ياك استعمار، ولكن اللغه الفرنسيه غنيمه حرب كيف ما الايطاليه الالمانيه جميع الانجليزيه كاع اللي استعمر كان غنيمه حرب صافي. كانت امبراطوريه مغربيه، العاصمه كانت مراكش، ويمشيو ويجي لمراكش صافي. بني مرين داروا فاس
ابو الحسن المريني يعني عبد الحق وكذا، وابو الحسن وابو عينان ولد ابو سعيد عثمان ولا داك الشيء. راه عندنا باقي الان الجوامع ديال المريني في تلمسان. في تلمسان هذه ما قراوه لكمش. جامع بناه مولاي ادريس، ياك مولاي ادريس جا غير هارب من المشرق وبايعوه هنايا جدودنا حنايا مازيغان ديال المغرب، قبيله اورابا اللي كاينه في ضواحي تازا ماشي في ضواحي مكناس، ونزل الواليلي هي اللي كانت مبنيه وعظيمه وكبيره وداك الشيء، ودار فيها المقر المستقر ديالو تحت لارك دو تريومف. دايور سي لابا او جي في انا مي بروميير فوي اركيولوجيك اون طونك ايتيديون في الانستيتيو داركيولوجي في الرباط. التدريب الاول ديالي درتو في الكارتي ادريسي تحت لارك دو تريومف، وكاينه الفلوس الادريسيه والفلوس الرومانيه والاثار الادريسيه والاثار الرومانيه. هذاك مولاي ادريس على ضعفه والمده القصيره اللي دوز، حنا عندنا الادرسه وطلع من بعد ولدو مولاي ادريس الثاني. راه عندنا جامع ادريسي في تلمسان، راكم كتصلوا فيه دابا خطبه الجمعه وكتصلوا فيه التراويح ديال رمضان. دازوا الادارسه والامارات اللي كانت دايره لا في الجزائر بالمنطقه ديال اليوم لا ديال المغرب، وكانوا امارات وداك الشيء، ورجعنا عطينا كامبراطوريه مع المرابطين والموحدين، وكاين بني تما محطوط ديال المرابطين وديال الموحدين، واخرهم ديال بني مرين حتى هو كاين جامع في تلمسان. قول لي في تلمسان ايه تلمسان الاخرى اللي حداش كتسمى تلمسان وندرومه، السميه الاخرى اللي حدا تلمسان مشات لي السميه ديالها حتى منا فاش جا داك الماريني اللي جاي حاصر تلمسان صدق مدينه. ولكن جامع راكم كتصلوا فيه التراويح، كتصلوا فيه الصلوات الخمس، كتفيقوا الفجر. الناس اللي كيصليو بعدا واللي ما كيصليش راه كيدوز حداه وكيشوفوا. ولكن في المدرسه ما قالكش هذا راه ماريني، قالكش هذا راه ادريسي، ما قالوش. علاش؟ زعما واش فيها شي مضره؟ واش دابا حنا وانتوما استعمرتنا فرنسا، نتوما 132 عام حنا 44 عام، دابا هذاك البني اللي خلات فرنسا سي ان باتريمون ناسيونال، il nous appartient à nous, il appartient à nous, c'est notre patrimoine. نريبوه؟ ما ريبناش، ولينا دابا كنكلاسيوه باتريمون ناسيونال صافي. الرباط كاع راه دخلنا في الباتريمون مونديال، يعني الرباط بالتاريخ ديالها العريق القديم، ودخلنا فيها الفانتيام سيكل، يعني ديال البروتيكتورا ديال الاستعمار. الذي نهب البلاد وقتل الرجال وسبى ما سبى ونهب ما نهب. ولكن دابا هذاك الباتريمون ديالنا، لكن نتوما ملي كتشوفوا دابا الجي واحد العدد ديال المدن عامره بهذاك الباتريمون ديال فرنسا، تريبوه نكروه. دابا هذاك ديال فرنسا ما تنكروش، يبان لكم زوين ويجيو ليه التوريست، وهذا درتوه مركب ثقافي، هذا درتوه مكتبه، هذا درتوه رواق ديال المعارض الفنون التشكيليه، هذا درتوه قاعه محاضرات، هذا درتوه متحف، وتجيبوا له السياح وتدخلوا فيه الفلوس تعتنيوا به. ولكن حيت خوتكم بني عمكم المغاربه شاركين الدم 80% صاحبي ديال الدم اللي شاركين صاحبي، حرام عليكم هذا الشيء هذا. راه كيجوني الدموع صاحبي ملي كنشوف هذا الشيء اللي وقع بين المغاربه والجزائر، حرام كاع. 70% ديال الدم صاحبي شاركين ابن عمي. واش راك ترنك صاحبي؟ واش راك تعاود؟ ملي حنا بني عمكم المغاربه لا ما نعترفوش باللي ان المرابطين ولا الموحدين ولا بني مرين داروا شي حاجه ماشي حشومه صاحبي. الوغ ما كانش استعمار، بالعكس كان وحده، الناس كانوا عايشين. لان الموحدين وصلوا حتى لطرابلس، يعني خوتنا التوانسه راه كانوا تما محكومين من مراكش، وغيخرجوا بنو حفص اللي غادي يكونوا تونس. لا ما نسرس معكم خوتي التوانسه، التاريخ هذا خليونا من العاطفه وتشعباويت. ما انا مغربي، ما انتم توانسه، ما انتم الجزائر، كندوي كباحث. بنو حفص ملي غادي يخرجوا ياسسوا الاماره في تونس، راه بني عم يعقوب بن منصور تحت هنا في هرغا وهنتاتا، دارهم ولاد تمايا. ملي انشطرت الامبراطوريه المغاربيه مع بني مرين من بعد ما مات ابو عينان وبقى داك الشيء صافي كيتخربق، خرجوا بنو حفص في تونس اليوم، خرجوا بنو عبد الوهاب يعني في المغرب الادنى، كانوا كيسموه المغرب الادنى. بنو حفص في المغرب الادنى يعني تونس اليوم، بنو عبد الوهاب في المغرب الاوسط هي الجزائر اليوم، وبني مرين بقاو في المغرب الاقصى تو سامبلومون. هذا الشيء اللي عطى الله. ونهار ديك الساعه دخلوا علينا البرتقيز، دخلوا عليكم السبنيون وهران، حنا شدوا السبته في 1415 باش يكملوا على الوجود الاسلامي في الاندلس. ملي خداو طنجه واصيله في 1471 بالحديد والنار، لا سبته ولا طنجه ولا اصيله، بالحديد والنار، حرب ضروس، وغلبوا المغاربه، غلبونا 1471. حسبوا 1492 سقوط غرناطه، اخر قلعه المسلمين في الاندلس. ابو عبد الله اللي قال صدام الله يرحمه لا تبكي، اللي قالت له امو هذاك لا تبكي ملكا كالنساء، لا تبكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وجات اسبانيا الوهران اللي بين قوسين غيجي مولاي اسماعيل المغربي العلوي ديال مكناس، غيجي يحاصر الاسبان باش يفتك الوهران ديالكم نتوما دابا الجزائر، لانه ما كانش عنده هذه المنطقه ديال المغرب الجزائر ديال كذا الى اخره.
ولو انه ذاك الساعه كانت الدول تقسمات وهذه، مع ذلك مشى يحرر وهران. مولاي اسماعيل ما قدرش يحرر سبته، ولكن مشى يحرر وهران، كان على وشك باش انه يحررها وفشل. صافي فشل. التاريخ هذا دابا كون مولاي اسماعيل حكم 55 عام، من اخطر ما داز في تاريخ البشريه في الحكم بالعالم. كانوا الملوك ديال اوروبا كيترعدوا منه، كانوا كيفيقوا بلي كلشي مر في الناموسيه، الناس كيسحبوا راه دخل عليهم هو وعيالاتهم. يعني دونك ملي نشاطرنا بهذا المنطق هذا، المنطق القطري، نتوما دخلوا عليكم الاتراك حتى الى حدود حبسوهم السعديين. حنا عندنا في وجده الشريط ديال هنايا حبسوهم. احمد المنصور الذهبي عاوتاني المسخوط، عوض ما يطلع يحرر سبته ومليليه، مشى هبط هو شد بلاد السودان. بلاد السودان ماشي هي السودان ديال الخرطوم اللي عاوتاني قسمتها الامبرياليه الغربيه دابا على جوج. لا بلاتي نشوف كاين شي تدخلات ما عرفتش نقرا هادشي هذا. ذكرتها دليل أن الأماكن التي ذكرتها ملك. كيفاش لساكنة اليوطي؟ كيفاش لساكنة اليوطي؟ ما كاينش اليوطي، ما عندناش شي فرنساوي هنا في المغرب اللي كيملك شي حاجه من الاثار اللي يمكن حتى عندكم في الجزائر، كنظن في تونس ولا في شي بلاصه اللي كيملك شي بنايه اللي بقات من عهد الاستعمار. كل شيء مغربي باستثناء المرافق القنصليه، يعني الدبلوماسيه هذيك راه معروفه. يعني السفاره ديال الجزائر ولا ديال المغرب في باريس راه تراب جزائري وتراب مغربي. دونك المسائل اللي هي قنصليه ولا دبلوماسيه راه كتنتمي لهذاك البلد، ماشي ما عندكش عليها حكم وما عندكش حق البوليس ديالك يدخل ليها. يعني الا دخلتي تما طلبتي اللجوء السياسي حتى واحد ما يقد يقرب لك. ف قلت هبط حمد المنصور السعدي للمملكه غانا، مملكه مالي. صافي وشد هذوك الممالك كلها، يعني مالي، النيجر، بوركينا، غينيا وداك الشيء، صافي ضموا الامبراطوريه السعديه. ولكن كانوا الاتراك شرقا وهما اصلا كابرين في المدرسه التركيه السعديين ديالنا، ما قدرش يطردهم من الجزائر. بقاو من 1500 حتى دخلت فرنسا في 1830. يعني باش ما الواقع هو هذا. تونس لا ميم شوز، يعني العثمانيين شدوا البلقان، شدوا اوروبا الشرقيه، شدوا طرف من ذاك اللي غادي تولي في الجمهوريات السوفيتيه لاحقا، وكيف ما شدوا دخلوا يعني مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، كل شيء. هذا معطى تاريخي ما يمكنش نكذبوا فيه، ولكن ماشي هذا هو التاريخ اللي كيقريوكم. كيف ما في بريطانيا ما كيقريوهمش التاريخ الدموي ديال الامبراطوريه البريطانيه، تاريخ دموي. فرنسا دابا كيقراو التاريخ الدموي ديال فرنسا، اسبانيا كيقريوهم التاريخ الدموي ديال اسبانيا والاباده ديال الهنود الحمر ولا ديال استعمار البلدان اللي استعمروهم. كي المانيا، كي فرنسا، كي ايطاليا ما كيقراوش هذا التاريخ. حتى نتوما في الجزائر ما قراوكمش التاريخ الحقيقي، كيقراوكم التاريخ الحقيقي ديال عبد المؤمن الجزائري. انا كيبان لي واحد كولونيل باغي نرد عليه، كولونيل باحث مؤرخ في الجزائر كيرد على شي واحد مغربي وجالس كيهضر على مولاي. عرفنا مولاي ادريس راه داز عندكم في الجزائر، راه هرب من المشرق وداز على مصر وليبيا وتونس والجزائر، ولكن طاب له المقام في وليلي في المغرب، ومشى يبني فاس ومات، وكملها ولده مولاي ادريس الثاني. وطلعت الاماره الادريسيه كاول دوله يعني في العهد الاسلامي مغربيه ماشي مشرقيه. حنا باش بين قوسين راه المشارقه واخا دخلوا الاسلام للمغرب ما داروش دوله، تدارها مولاي ادريس حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت، ما نقولوا فيه شي حاجه اخرى. جا غير هارب صافي، ما قدش يدافع على راسو، هارب مع الوصيف ديالو، دايرو بحال الخدام. تقلبت الايه، الوصيف هو اللي رد مولاي ادريس خدام، وكينهروا كذا باش ما يقبطوش الاخرين في الطريق. ولكن علاش ما بقاش عندكم في تلمسانه مون كولونيل حتى اللي كتهضر وكذا هذه بابا 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 يعني مولاي ادريس؟ علاش ما بقاش في تلمسان وما بقاش في بجايه وما بقاش في قسنطينه ولا ما بقاش في الجي الجزائر العاصمه؟ يعني وجا المغرب جلس شي تاريخ ما فيهش لون. دون ليستوار يا با سي، ما كاينش سي، اون بو با دير سي لي افي سي اون اتي سي نو نو. مولاي ادريس ثابت جا جلس في وليلي صافي سالينا. دونك ماشي هذا هو التاريخ اللي كيقريوكم. سيروا رجعوا قراو، خليو عليكم المراجع اللي عندكم في الجزائر، ما تقراوش المراجع والمصادر ديال المغرب وديال تونس. سيروا قراو ما كتبه الاجنبي صافي. حنا كنصحوا داكشي اللي كتب الاجنبي، ولكن دابا غنطلب منكم ترجعوا تكتبوا هذاك الشيء اللي كتب الاجنبي. ما كنقراش هذا الشيء مزيان. شكون هذا السي مزيان؟ محمد عيسات، دبلوم صحافه خلاص مساء الانوار، دكتور كذا، ساكن المغرب الشريفه في الجزائر، تعتبر الامبراطوريه الموحديه دوله جزائريه. اييه كانت عاصمته مراكش. دابا ماشي حتى خوتنا التوانسه عندهم واحد شويه ديال واحد الحساسيه. انا كنت في واحد الكونغرا انترناسيونال
ديال لي زيطاليان ما كيسيديروا لي اجربه في جربه، كان في جربه، وكان الرئيس ديال لاسيونس اللي غندوز انا فيها كان صديق تونسي، حنا بيناتنا وصحاب وداك الشيء. وفاش هضرت انا وجبت هذه الهضره ديال العاصمه مراكش ديال الامبراطوريه المغاربيه، هو بحال ما عجبوش الحال، بحال زعما انسان محترم وعزيز علينا وكذا وصاحبنا هذه، وما عجبوش الحال. وتما كانوا لي زيطاليان بتاعي، وكانوا الناس كيهضروا بالونجلي بالاسبانيول بالفرنسي، انا في الاخر جاوبته بالطليانيه، رديت عليه بالايطاليه باش هذوك لي زيطاليان يفهموا، ما هو راه فاهم لان عارفو حتى هو كيفهم الايطاليه، ماشي ضاغينا. دابا حنا استعمرتنا فرنسا، دخلت علينا البرتغال دات لينا سبته وطنجه واصيله وازمور وجديده واسفي وصويره ودخلت الاكادير ودوزت وجرينا عليها في الاخر. واش نقدروا نذكروا هذا التاريخ بان البرتغال احتل هذه المدن؟ واش نقدروا نذكروا بان البرتغال احتلت سبته وخطفتها من عند اسبانيا وراه باقيه شادها الى الان؟ واش نقدروا نذكروها؟ واش يقدروا الجزائريين يذكروا بان فرنسا استعمرت 132 عام، قتلت 500 الف شهيد، ثم كتردوها مليون، درتوها مليون ونص؟ سمحوا لي عليها، راه واحد 400 الف 500 الف ديال الشهداء الله يرحمهم كانوا رجال اشاوس، وكانوا فيهم بزاف ديال الخونه اللي كانوا كيقتلوا هذوك الجزائريين خوتنا بني عمنا، الله يغفر لنا ولهم. ما عندنا غرض في هذاك الشيء، يعني التضخيم ماشي فائده وماشي رجوله باش تقتل لي انا مليون ولا 2 المليون، ماشي رجوله. واش غادي نجيو نذكروا بان اسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وكذا والانجليز مشاو داروا الاباده ديال الهنود الحمر اللي باقيين كتشوفوا دابا عن طريق بعض الفنانه ولا بعض الكواريه، ملي كنشوفوهم كيبان لينا فيهم الجينات ديال الهنود الحمر باقيين، حيت واخا داروا الاباده باستثناء الارجنتين اللي طلع النظام الارجنتيني زاد كمل على ما تبقى من الهنود الحمر، يعني شي شويه تلقى باقي عندهم شي 0.0 كذا اللي فيهم الجينات ديال الهنود الحمر. ولكن كولومبيا، بيرو، هايتي، كوبا، فنزويلا، المكسيك، الشيلي، عقلتوا على زامورانو سميتو وماريو سالاس، يعني ولا هوغو سانشيز ديال المكسيك، ولا تشوف باش تقدر تنكر التاريخ. تقدر دابا تنكر بلي ان بريطانيا احتلت الهند؟ ما يمكنش. دونك ما يمكنش تنكر لان الموحدين كانت العاصمه ديالهم مراكش، وانت كيقررك بان عجبهم من كان جزائري والامبراطوريه الموحديه الجزائريه. انا زعما تعجبت كنسمع انا بوتفليقه اللي كان عزيز علينا ملي كان وزير الخارجيه. ثم فو بوفي با ايماجيني حنا راه هبلنا مع سميتو، مع الخضر بلومي، مع بن سحاوله، ياك ضربتونا بخمسه لواحد، ولكن ما عندناش عقده. انا ديك الساعه 79 عاقل عليها مزيان 5 لواحد، ولكن واش يمكن لك زعما تجي تقول لمودي بلومي ماشي كواري، بن سحاوله ماشي كواري، بن الشيخ ولا سميتو دابا مشاو للسميات تحافظهم كاملين كواري ديال الجزائر من بعد ما تجار وكذا وداك الشيء. كيف ما عاوتاني رياض محرز ولا قول لي انت دابا هذا صاحبنا الكبير اللي في اسبانيا سميتو، ولا دابا بلايلي، ولا كلهم كاع الدراري بلاش، ولا بوجناح، ولا حنا كنعرفوا كلشي وكنتبعوه عزيز علينا وما عندناش مشكل نهائي وحتى شي عقده. يعني غادي نذكروا حنا هذه الوقائع هذه كما غتنكروا نتوما حنا في مونديال في كاس افريقيا ديال تونس 3-1 والقلبه ديال جواد الزايري والدوخه والضرب تاع دوخ دار دريبل بحال ديال مارادونا، غتنكرها 4-0 عطيناكم في مراكش، غتنكرها نتوما بقاو في 5-1. دونك انا ما فهمتش هذه الضغينه هذه منين جايه. نتوما كشعب صاحبي وليتو دخلتوا في واحد الحوايج اخرى غادي ندخل معكم فيها دابا، وليتو كتعايروا في المغاربه وترميو العارض ديال بناتهم وشرفهم، وليتو كتدخلوا في النظام الملكي ياك. دابا حنا عبيد ياك الشمايت، نتوما رجال، نتوما سميكم رجال، سيروا حيدوا داك العسكر اللي كيحكموا الجزائر. الا كنتوا رجال كما كنعرفوا الجزائر رجال وحرار، سيروا حيدوا هذاك النظام العسكري اللي عندكم تما. واخا كتلوموا المغاربه نتوما، انا غادي نقول لكم الشمايت وتسمحوا لي عليها، ولا بغى شي واحد يمشي يدعيني في المحكمه يمشي شمايت. كتنازعوا المغرب في النظام الملكي ديالو، بني الشمايت الاخرين ما حسمتوش على اعراضكم. ديروا واحد القضيه، نعطيكم واحد المثال. كندا شبه قاره ولا ماشي شبه قاره؟ هي قاره كندا ماشي دوله، راه قاره تبارك الله. عندها شي رئيس ديال الجمهوريه تابعه للعرش البريطاني، الا ما كنتوش كتفهموها هي الجهاله. استراليا محسوبه قاره، عاد نيشان محسوبه من القاره، هي القاره الخامسه ولا السادسه مع نيوزيلندا. يا بني الشميت الاخرين الجهاله عندهم شي رئيس ديال الدوله؟ ما عندهمش، تابعين للعرش البريطاني. تعرفوا الكومنولث؟ دخلوا قلبوا دابا في جوجل وديروا كومنولث، تابعين للعرش البريطاني. شحال ديال الدول اللي ما عندهمش رئيس ديال الجمهوريه؟ عندهم الوزير الاول. وإلا مشيتي دابا لكندا، لاستراليا، بغيت نقول اسكتلندا ياك، واحد العدد ديال الدول الا مشيتي تخدم تمايا وري قلتي الاوراق بغاو يعطيوك الجنسيه، غتأدي القسم اللي تاخذ الجنسيه، كتأدي واحد القسم عندهم بعدا هما.
هذاك القسم لمن كتأديه انت في كندا، اعظم دوله في العالم، كانوا كيأديوه للملكه اليزابيث، دابا غادي يأديوه للملكه سميتو شارل ولا سميتو دابا الثالث ولا ما نعرف. غادي تأدي الا كنتي في استراليا ولا في اسكتلندا ولا في بلاد الغال ولا في كندا، غادي تأدي القسم ديال الطاعه والبيعه والولاء لملك لندرا، لملك ديال لندن. وسيروا هضروا مع هادوك، قولوا لهم يا شمايت علاش ما درتوش رئيس ولا علاش ما درتوش جمهوريه بحال الجزائر، كندا، استراليا، اسكتلندا، بلاد الغال اتسيتيرا. سيروا عندهم هضروا معاهم، سميكم رجال هضروا معاهم، الا ما كنتوش شمايت كذبوني، يلا قولوا لي نتوما رجال ماشي شمايت، سيروا لكندا قولوا لهم نتوما الكنديين شمايت باقيين تابعين لبريطانيا، كتحكمكم كانت كتحكم اليزابيث ومارغريتا تاتشير المراه الحديديه، دابا كيحكم الملك ديال بريطانيا صافي. سيروا هضروا معاهم يديروا رئيس، ما يبقاوش تابعين لبريطانيا. هذه الاولى. الثانيه سميكم رجال، دخلوا مع حركات الانفصاليه، عز عليكم دعم الحركات الانفصاليه، دخلوا مع الحركات الانفصاليه في اسبانيا ويحيدوا الملكيه، يحيدوا الملك ديال اسبانيا. دخلوا مع لي فلامون ولي فرانكوفون ديال بلجيكا ويحيدوا الملك ديال بلجيكا. دخلوا مع الفرنساويين سيادكم، قول لهم يحيدوا اماره موناكو، يحيدوا امير البير، علاش؟ يلا هذاك راه ملك امير البير، يحيدوا. سيروا شوفوا السعوديه تحيد الملكيه، يلا شوفوا البحرين تحيد الملكيه، شوفوا الاردن تحيد الملكيه. انا بديت لكم غير بالدول. هولندا، شكون اخرى؟ هولندا، هولندا الملكه ديالها ما كتعرفش. الاخرى شكون؟ السويد. سيروا حيدوا الملوك اصاحبي اللي باقيين في اوروبا وخليو عليكم سيادكم المغاربه. اللي نهار اللي عبيقه عبد القادر 1830 من بعد ما نتوما ما طردتوش الاتراك العثمانيين، انا عزازين عليا العثمانيين والاتراك، حتى اردوغان دابا راه عزيز عليا وغيره. فرنسا اللي طردت العثمانيين داخله في الحروب الصليبيه اللي ما كتفهموش نتوما ما قراوها لكمش، كما هادشي اللي كيوقع في غزه دابا راه حروب صليبيه، والاحتلال ديال السبته المغربيه راه حروب صليبيه، كونوا واضحين. والحرب على الاسلام والفولار وداكشي راه حروب صليبيه، كونوا واضحين. والاحتقار ديال المسلمين وديال العرب وديال كذا وديال هذه راه حروب صليبيه كدور في اوروبا، كيجريو على التلميذه من الابتدائي دايره الزيف كيجريو عليها. لا الفوناره كنا كيديروها جدودنا وعماتنا وخوالاتنا وكلشي كانوا كيديروها صاحبي. الفوناره كانت نتوما بديت كتسموا الفوناره، الفولار، الفولار يا فوناره، كانوا كيديروها على الشمس والغبره. شوفوا الدريه ديال العروبيه كيفاش كيطلق عندهم الشعر مسبسب ومطرطق هكا كيدير، علاش؟ حيت كيغطيوه بالفوناره. جاو ردوا حقا الاخوان جيامه كذا التطرف البرقعيه فهمنا، هذاك اللعب الموسيقى الكحل الخفاش الكحل كيخلع تعرفوا واش راجل ولا مرا فهمنا. ولكن اصاحبي الفوناره بنادم داير فوناره على راسو بحال هكايا، تجي تزرع عليه من لاكلاس دريه صغيره في عمرها 12 عام ما الخدمه خلاص ما نتذكروش، حرب صليبيه. سيروا دابا عند هادو قولوا لهم حيدوا الملكيات ديالكم، هذا هو اللي بغيتكم نطلعوا فيها رجال. جات فرنسا حيدات العثمانيين، جا عبيقه الامير عبد القادر جا لعند الملك المغرب مولاي عبد الرحمن بن هشام الذي حكم من 1822 الى 1859 صافي. جا كيبايع هو والاعيان ديال الجزائر، يعني جاو معاه قضاة وعلماء. البيعه شكون دار تاريخيا؟ كيديروا العلماء والقضاة والاعيان. عبد القادر امير المجاهد جا وجاب معاه الاعيان ديال الجزائر يبايع السلطان الملك المغربي، كيقولوا حنا رعايه ديالكم باش كتدافع علينا. ونوضنا مشينا في اطار التآزر، حتى غدا الا هجمت عليكم واخا هاد القباحه اللي دايرين كامله، غدا الا هجمت عليكم شي دوله غادي نمشيو حنا المغاربه نتعاونوا مع خوتنا الجزائر. كيف ما الحسن الثاني صافي الطيار ديالو نيشان ديريكتو من بوركينا، عادي جدا هادشي، ما كاينش شي مشكل ولا شي حاجه. اي بلد ديالنا خوتنا ديال العرب والمسلمين غادي نكونوا معاه شعبا وحكومه، وما غاديش نقدر نهضر في بلاصه الملك لا في بلاصه اي زعيم دوله. ولكن الواقع هو هذا، التاريخ يشهد. كيف ما في الجولان، كيف ما في حرب 73، كيف ما ملي بورقيبه دار نداء للحسن الثاني ما كمل حتى كانوا العسكر وصلوا داكشي، يعني عادي ماشي غدا يقيس شي واحد الجزائر غادي ندخلوا ندافعوا على الجزائر، كاينش اللعب. دونك مشينا نتعاونوا مع عبد القادر. جات فرنسا تربينا بهذه العباره هي باش يديروا لنا معركه اسلي 1844، لان كانوا كيتخلعوا من هذه الامبراطوريه المغربيه كما قلنا، من المرابطين الموحدين المرينيين السعديين الغطاسيين شويه موين السعديين العلويين. مصيبه كحل مولاي اسماعيل كانوا كيترعدوا منه، سيدي محمد بن عبد الله روينا القيامه داكشي فين
كانوا مخلوعين. قالوا هاد المغاربه اللي جاو كيعاينوا الجزائر وحنا بغينا نديروا ديبارتمون فرونسي ويهرسوا لنا يريبوا لنا يهرسوا يحيدوا لنا الطوبيه باش يريبوا لنا الصور. راه نمشيو نديروا ضربونا غلبونا. حنا باقي عندنا بوشفار وخماسيه ورباعيه داكشي كيما حنا كيما نتوما، سي لا ميم شوز، عندنا والو. غلبونا في معركه اسلي 1844 بسبب بسبب الجزائر. ما حنا كنا ما مشاش مولاي عبد الرحمن بن هشام ملي جا بايو عبد القادر ما مشاش يدافع على الجزائريين، ما كانوش غيديروا معنا الحرب في سميتو في معركه اسلي. ودرنا اتفاقيات لاله مغنيه. دابا نتوما عندكم النظام غادي يزهو اتفاقيات لاله مغنيه اللي هادوك اللي صافتهم السلطان ياك مولاي عبد الرحمن باش ينوبوا عليه، ما قراوش المذكره وسناو كوانب ولا باعوا. اعزلهم، راه غير رجعوا اعزلهم، راه ما اعترفش بها. مولاي عبد الرحمن بن هشام الملك المغرب السلطان ما اعترفش اتفاقيه لاله مغنيه، وعزل هذوك السفراء اللي صافتهم يمثلوه باش يوقعوا اتفاقيه لاله مغنيه، عزلهم صافي يديروا هو ما قابلهاش. بحال ملي كنبغيو نراتيفيو دابا واحد اتفاقيه دوليه كيخصك دوزها للبرلمان، ثم كتسموه مجلس الشعب، مجلس الشعب لاسومبلي ناسيونال بامبور، خصو يراتيفيها صافي. سي ني با راتيفي بار لو بارلمون سي ني با اون فيغور، ما دايزاش، خصو تراتيفيها. فمولاي عبد الرحمن بن هشام عفا هذوك الناس. من بعدها غادي تجي اسبانيا غادي عاوتاني غادي تحرش بينا في تطوان. علاش؟ قال لك حقا نتوما كتحرشوا بينا في سبته وكذا، ولكن هما الاوروبيين ماشي بحالنا حنا مغاربه بني عم مدابزين بيناتنا. هما شوف البرتغال احتلت سبته باش تكمل اسبانيا لا ريكونكيستا ديالها، اما البرتغال سالات لا ريكونكيستا هي قبل قرن قبل هذاك الشيء، راه هي صافي سالات مع المسلمين، تحررت البرتغال ما بقاوش فيها المسلمين باش تعاون اسبانيا طرد ما تبقى من المسلمين. الو اسبانيا لا ميم شوز باش تعاون فرنسا، جات تحرصت بينا في معركه تطوان، غلباتنا واحتلات تطوان، وباش تخرج فرضات علينا الملايين ديال البسيطه اللي طلع السلطان الذي كان عرشه على صهوات جواده مولاي الحسن الاول. حكم من 1873 الى 1894 مازال كيخلص البروسيل اسبانيا، كما نهار اللي فرضوا على صدام اللي دخل الكويت، كما سي نورمال. الديكتاتوريه والامبرياليه هي هذه، راه بحال التاريخ راه يعيد نفسه. ابن خلدون ما كاينش لا يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. والامبرياليه هي كتصرف دائما بنفس المنطق، والحروب الصليبيه هي خدامه ما كاينش. دونك هي باش وجدوا لينا باش يدخلوا علينا حنا عاوتاني فرنسا في 1912 ملي بداو من ذاك الوقيته كامله هما كيتحاربوا ويتضاربوا ويتقاتلوا. في الاخر راه مساله المقاومه الفرنسيه 1934 انا راه طلعت جبل بوغافر لقيت باقا فيه الجماجه، ولقيت فيه باقا اللوبي عامر ثقيل، هزوه معايا 5 ديال الرجال باش ندير على كتفي نتصور به في الراس ديال بوغافر 1934. لقيت عمران كل شويه ما مشيتي بادو، يعني معركه بادو الى اخره. وخدينا ورجع محمد الخامس نهار 16 نوفمبر 1955. واخا الاتفاقيه تلغات في 3 مارس، لا حنا كنحتفلوا 18 نوفمبر 1955 لان خطاب العوده ديال محمد الخامس هو عيد الاستقلال ديال المغرب. صافي انتهى الكلام. داكشي ديال راتيفيه وقع ما وقع شغلكم، هذاك المساله ديال فوق لا طابل وقع فوقاش ما عجبك. هذيك في القوانين الدوليه محسوبه 3 مارس، منظمه الامم المتحده ولا محكمه العدل الدوليه راه محسوبه 3 مارس، ولكن واقعيا تاريخيا 16 نوفمبر ملي رجع السلطان محمد الخامس من المنفى هو العائله ديالو الكريمه معززا مظفرا، دار خطاب العوده، خطاب ديالو في 18 نوفمبر. انتهى عهده الحجري والاستقلال وخرجنا انتهى عهد الحجري والحمايه، خرجنا الى عهد الحريه والاستقلال، وخرجنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. ومن بعد هذا محمد الخامس ولا غيجي يعاون شي وحدين سميتهم الجزائر ياك واقيلا ياك الجزائريين، كاين شي وحدين سميتهم الجزائر جزائريين كيجيو بين المغرب وتونس وليبيا بيناتهم، مشى محمد الخامس عاونهم المغاربه، وكانوا في الفيرما حدا بركان كيتمرنوا على السلاح هما والزعماء الافارقه المناضلين كلهم. راه التصويره كاينه، هذاك راه ولد هذاك مول الفيرما راه باقي حي، داروا مع حوار صحافي كلهم من بلا وكذا وفلان وهادو معطينا نيكروما وداكشي ديال الزعماء اللي كانوا ديال حركه التحرر الافريقيه. ونص فيهم كانوا خالقين في وجده اصلا، احفير وفيكي يمكن وقراو في وجده وجاو المغاربه وعاونوكم وهذه، وفي الاخر رديتوا لهم الصرف. المغرب ارض شرفاء هنري تيراس هي مثلا سير قرا اللي عجبك، قرا كاع المراجع اللي هي اجنبيه ماشي مغربيه وما مكتوباش كاع بالعربيه، سير قراو بالاسبانيوليه بالانجليزيه بالالمانيه بالفرنسيه بالطليانيه.
فهنا باش من بعد ملي بغات فرنسا تراسي الحدود قال لهم محمد الخامس لا، لأن كاينة حكومة مؤقتة وأنتم باقيين محتلين البلاد، ما يمكنش. وأنا بين قوسين دابا السؤال الناس ديال القانون، كاع المواثيق اللي وقعوا هاد الدول وهي تحت الاحتلال لاغية قانونيا، لاغية. أنت حاط لي القرطاس هنا وكتقول لي وقع، وفي الاخر تجي تقول لي هذه راه وثيقه قانونيه في المنظمات الدوليه. اسمح لي انت كنتي مستعمرني. دابا الجزائر، المغرب، عرفت انا سميتو الجزائر، كلهم كاع الدول اللي وقعوا اتفاقيه تحت الاستعمار خصها تكون لاغيه، تلغى كلها، لا ديال الحدود ولا ديال استغلال الخيرات ولا ديال القنوات ديال البحر، ديال فين كيمروا فين كيدوزوا البطوات. مثلا عندك في الوقيته كنتي تحت الاحتلال ورغموك باش ان توقع اتفاقيه بان يدوزوا البواخر بدون تاديه الرسوم، واستقليتي انت دابا هذه 50 عام 30 عام 70 عام وباقيين السفن كيدوزوا على باب دارك ومسقطوا من التريال. لا، هذه اتفاقيه لاغيه، لان انت وقعوا هذيك الساعه اللي كانوا كيحكموا البلاد تحت الاستعمار، تحت الضغط، حاط لهم البيستولي. دونك خصها تكون لاغيه، ما تكونش، خصها تكون ساريه المفعول. حنا داك الساعه قال مودي لا تستقل الجزائر، ملي استقليتو زعما بن بله، حنا كنا كنشاهدوا بن بله، وبوي با ايماجيني شحال كان عزيز علينا بن بله. ولكن في الاخر مع الاسف تقلب عليه العسكري بومدين، داك اللي كان كيدفل هو جالس في المنصه الرسميه وكيكمي كازا ويدير كتسقلو داك التفل ديال كازا كيلصقلو فمو كيديرو هو رئيس. ولكن بومدين تا هو عزيز علينا، راجل ماشي زعما نكذبوا، هو حرايمي اللي يرحم فيه روح. طرد انت المغاربه 40,000 عائله ولا شحال نهار ديال العيد الكبير، الصباح ديال ثاني عيد الكبير ولا داكشي مشي حشومه، وفرقتي جاو الدراري لقاو الاب مشى والمراه بقات، الاولاد جاو لقاو باباهم ويماهم مشاو ركبوا داروا لهم بحال عائله لا حيفا اللي كتب غسان كان فاني في التهجير ديال الهاكانا خوتنا الفلسطينيين في 48 47 وكذا الى اخره بحال هكا، ورماهم في وجده. شي حشومه، هذا بنادم، هذا بشر، هذا يهزوا القبر ديالو هذا. ولكن راه باقي كيزرد فيه الدود، الله يعطيه الصحه. كل الدود في بومدين اكل مزيان، شمات هاد الخلا. ماشي هكا كتكون الرجوله، ماشي هكا كتكون الرجوله. تشفى انت في خوك تشفى فيه، خوك انت وياه خوك خارجين من كرش وحده، كرش امك، وتشفى في خوك، ماشي حشومه ماشي عين. هذا هو السر. واخا وجيتو داك الساعه ناض بدا بومدين ومشات كملات على الصحراء ديال المغرب. نرجعوا دابا لنقطه البدايه، الصحراء ديال المغرب اللي هي ديك صحراء المغرب. باش تفهموا نقراوكمش في التاريخ، سيروا قراوها في الوثائق الاجنبيه كيفاش ان باش يعزلوا موريتانيا على المغرب دخلوا اسبانيا في القرن 19. راه هي القرن 19 بعد مؤتمر برلين اللي داز من نوفمبر 1880 تربا ياك 1883 الى وقيل مارس ولا ما عرف فبراير ولا داكشي 1884. تما غادي تدخل اسبانيا في الصحراء باش يقطعوا شنقيط على مراكش وتخرج موريتانيا. بداو كيقولوا واش نسميوها موريتانيا الحديثه ولا نسميوها موريتانيا. كاين موريتانيا الحديثه سميت هذاك بعد اللي اقترح عليهم السميه، عنده سميه طاليانيه، هو فرنساوي انا نتفكر سميتو باينه فيه بحال بلاتيني، طالياني ماشي فرنساوي، ولكن فرنساوي سير حيدها له. ولا زين الدين زيدان سير حيد له انت ماشي فرنساوي، عميد المنتخب الفرنسي جاب لك كوب دي موند بصحه وراه شابو. ولا عبد اللطيف بن عزي عميد المنتخب الفرنسي ديال الركبي ولد وجده مغربي سير حيدها له تعتزل هو عميد. كوبولاني كزافي واقيلا كزافي كوبولاني صافط لهم جوج سميات الخارجيه الفرنسيه، قالوا ما نسميوها موريتانيا الحديثه بارابور لموريتانيا القديمه اللي كانت موريتانيا الطنجيه وموريتانيا القيصريه. القيصريه هي الجزائر دابا، طنجيه هي المغرب. موريتانيا الحديثه ولا واقيلا واش موريتانيا الغربيه. لقاو هما هذا الشيء غيبقى يدير ريفيرونس ديال شي حاجه قديمه ديال كانوا الممالك الامازيغ ديال هاديمه كذا، حيد عليا هادشي هذا كلهم يديروا موريتانيا صافي. ماشي زعما حنا موريتانيا دابا دوله قائمه الذات وخوتنا وحبابنا عمرها دار. غاديش نقول لك انا دابا موريتانيا استرجعها المغرب ولا شي حاجه، لا باش نكونوا واضحين عاوتاني تبقاو تخلقوا لنا المشاكل. موريتانيا دوله قائمه الذات عضو في الامم المتحده وخوتنا وحبابنا وبني عمنا، ولكن الصحراء بقات خلاء. لان ملي دخلت اسبانيا استعمرت خدات بعض البليصات، بعض البلايص اللي خدات عادوا المغاربه في الاخر حروا. جيش التحرير اللي ملي وقفت المقاومه وجيش التحرير ورجع محمد الخامس، راه بقى عندنا حنا فصيل من المقاومه وجيش التحرير هبط للجنوب لاستكمال وحده الترابيه. وهذاك مصطفى الولي السيد اللي اغتالته المخابرات الجزائريه راه ما كانش باغي ينفصل بالصحراء هوايا. هذا خطا ارتكبه المغرب باش نكونوا واضحين، الحقيقه نقولوها.
نهار اللي جا للرباط مشى كيهضر مع الزعماء السياسيين والناس ديال الحكومه وكذا ما كذا، بانوا لهم ديك الساعه ديال الهيبي ديال داك الوقيته وكذا ما كذا، قالوا هادو طلبه براش كذا والهيبي والروينه والقيامه وداك الشيء وهادي سير حيد عليا الغيوان وكذا. صافي طلع ليه الدم. مصطفى الولي كان ذكي، رجل عظيم الله يرحمه، رجل عظيم، كان باغي يستكمل هو داك التحرير ديال الصحراء باش يدخل يبقى مع المغرب. نهار اللي لقات الجزائر بلي ان فعلا غيمشي في ذاك الواد داروا له الاغتيال. سيروا قولوا لي مصطفى الولي السيد ما ماتش باغتيال ديال المخابرات الجزائريه، سيروا قولوها. كيف ما المخابرات الجزائريه هي اللي دارت العشريه السوداء، هي اللي كانت كتقول بني عمنا الجزائر وكينسبوها لو فيس عباسي مدني وجيه ياك. انا داك الساعه قلت هذاك الكلام، بغاوش يتيقوني. ياك دابا خرجت الحقيقه بداو الضباط منهم اللي كيعترفوا بها كانوا كيرتكبوا عمليات استخباراتيه ارهابيه وينسبوها للاخوانجيه باش الشعب الجزائري كله يولي والعالم كله، وفي الاخر كيتلقاو الدعم من دول اجنبيه لان كتحاربوا الارهاب. سبحان الله تبارك الله. الامريكان الاستخبارات ديالها خسرت جون فيتزجيرالد كينيدي يقلم يعترفوا بها. سكري ديتا المنظومه الامريكيه غتنهار. هذا هو الاستخبارات دارت هادشي هذا كله. كما الاستخبارات الجزائريه قتلت بوضياف لان لقاتو غادي يمشي في واحد الحل ديال بناء المغرب العربي، يعاود واحد كذا وهذه، ويلقى شي حل ديال الصحراء لان الجزائر باغيه خصها تدخل. خصها جوج الحوايج. الجزائر علاش كتنازع المغرب في الصحراء؟ كتنازعوا لان اولا كما قلت لكم في الاول ديال الزعامات وكذا وحنا 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 سي نورمال. نضرب حتى واخا كل واحد فيكم كيبغي يكون هو الزعيم، شكون واضح ما نكذبوش على راسنا. يمكن ولدك ولا بنتك يبغيو يكونوا احسن منك، ولكن خوك تبغي انت تكون احسن منه. واخا يعيط تكون المعزه والتربيه وداك الشيء. الراجل بقى كيرضى غير بولدو. قضيه ديال الزعامه. وثانيا الجزائر بغات منفذ للمحيط الاطلسي باش تخرج للمحيط الاطلسي وتطوق المغرب ولي داك الزعم مكتف. هادشي اللي بغات دير المغرب بحال هكا بغات تكتف المغرب منو. ثالثا وهذا اهم حاجه اللي بغيت نجي لكم دابا وغادي تعقركم اخوتي الجزائر ابن عمي، وهي الصحراء الشرقيه. وهاد كاين الصحراء الجنوبيه ديال بصح، هذه الصحراء الغربيه واخرى الصحراء الجنوبيه والجنوبيه الشرقيه اللي جبت لكم قبيلات. داك حتى الكراره الحدود ديالنا مع كراره صافي تلمسان وكراره. الشيء الاخر ديالكم، الشيء الاخر ديالنا المغرب داتو فرنسا المغاربه ورثتوه نتوما الجزائر وليتو كتعتبروه جزائري. عين حنا كنا دينا لكم تلمسان في عهد فرنسا. انا اليوم غادي نقول مودي يا عباد الله، يا جلاله الملك الله ينصرك، رد تلمسان خوتنا الجزائر. تلمسان راه ماشي ديالنا، عطاتها لنا فرنسا. نتوما دابا فرنسا عطاتكم شي بهدوله تيميمون القناصه العباد الله يعني داك واد الساوره كله تيندوف كذا. راه عاد لكم كانوا باقيين كيخطبوا كيديروا الدعاء ديال خطبه الجمعه الملك المغرب محمد الخامس حتى 46 47. وشكون اللي داها لينا؟ اليوطي اول مقيم عام ديال المغرب، ولكن ما داهاش في 1912، داها قبل ملي كان الحاكم العسكري عندكم في الجزائر وهران. كان هو الحاكم العسكري المنطقه الغربيه. بدا كيدير خنقاطيرات ديالو، تامين ديال الطرق بين الاسواق هي كلها قصور ديال الطين وكذا وقصبات وهذه. قال لهم حقا غنديروا التامين بين هذه القصور في الاسواق والتجوال ديال الكوميرس ديال التجاره اللي كيمشيو الناس ويجيو. كيحطوا واحد الكاريطه ديال المخازنيه فيها واحد 5 د المخازنيه، شويه كيتزادوا معاهم واحد 2 جدارميه ولا واحد 4 ديال العسكر، شويه كيوسع الكاريطه كتولي اون بيتيت كابيتانري. كيتم غادي كيتقدم في تفيلات. هنا في تفيلات الجهه وتحت عند تندوف قبل تطرعه غادي بشويه ولكن بدا هو سوتو التفيلات. هذاك الشيء باش بقات ليه تندوف حتى 46 مازال كيخطبوا خطبه الجمعه باسم السلطان. ولكن التفيلات الاولى هي اللي دار هذه اللي كتسمى كولوم بشار، سميتها بشار، ما سميتهاش كولوم بشار، سميتها بشار صافي. حيت هو معلم واستعماري، وانا كنحترم اليوطي لعلمكم الكريم، واخا هو كان مستعمر وكذا ولكن كان رجل خطير وكان رجل عظيم. انا كيعجبوني العظماء والناس اللي ذكيين. كان ذكي وكان كيحترم المغاربه، ماشي زعما واخا هكا باش ما نكذبوش على راسنا. كيدخلها في الخرائط. هذيك الطريفات اللي حط فيها ردا بوتيت قشله ديال العسكريه ديالو في الطريق بين الجزائر المغرب الاوسط والمغرب الاقصى سفينات، كيدخلها في الخرائط. سقط في الخريطه ديال فرنسا وترمى ما وراء البحار. كيدخلها في الخريطه، كيدخلها في الخرائط. المغرب تنهك لان ملي مات السلطان الحسن الاول وطلع مولاي عبد العزيز باقي دري صغير، حيدوه وجابوا مولاي حفيظ بعام شروطه باش يجاهد، ما قدرش تغلب.
صافي وقع الحمايه في 1912 ما عنده ما يدير، مشى التفيلات. راه كانت معركة البطحة حتى 1918 مازال في التفيلات مع فرنسا، ولكن هذاك بشار والقناطة والعبادلة وتيميمون وكذا وداك الشيء صافي مشاو. تيندوف غتمشي حتى من بعد حتى 47 ولا حتى 50 عاد مشات، تقربنا نقطوا الاستقلال عاد مشات تيندوف، اللي دابا نتوما حاطين فيها البوزاريو، حاطين فيها البوزاريو وكتقولوا المودي كذا تقرير المصير، تقرير المصير، تقرير المصير، تبارك الله، قالت لكم ما في تقرير المصير، قرروا المصير ديالكم نتوما صاحبي بعدا من اغنى الدول صاحبي في افريقيا عندنا الجزائر، مصيبه لك حنا صاحبي شحال ديال الغضب ديال الفلوس ديال الخيرات عندكم وجالسين مضيعين الشعب، مضيعين الشعب صاحبي، طاقات تبارك الله، علماء مفكرين كويريا رياضيين مبدعين اش ما بغيتي، ومضيعين صاحبي. مشيو الناس 5 المليون ديال الجزائر مجليين في فرنسا، مشيت تعاود المخها فرنسا كاع. انا رفضت نبقى في فرنسا وفي البرتغال وفي اسبانيا، لا، فرنسا والبرتغال وايطاليا وكندا، معزز مكرم كباحث اثري، وراني كنضرب واحد 500,000 اورو، رفضت نبقى فيهم تمايا. وانتم راه من 3 ولا 5 المليون ديال الجزائر مجليين صاحبي في فرنسا، خدامين دابا كيتضاربوا نعاودوا نرجعوا الاتفاقيه 1960 اللي كتعطي الحظوه للجزائر المهاجرين. جلس في بلادك صاحبي وخدم بلادك، ولكن جالسين النظام العسكري كلا لكم الخيرات ديالكم كامله وجالس كيشرد الشعب الجزائري. وانتم خليك حنا في المغرب كنقولوا واحد انا راه قريب لكم المسخط، ها ولد ودامي تازه، الهضره ديالنا راه مشابهه يعني راه ثقافيا باش نهضروا، راه من وداملي حتى الوهران راه سي لا ميم اير كولتوريل، سي لا ميم اير كولتوريل فيها دي ترانزيسيون، باش حنا اون اسور غياتا في تازه اون اسور لا ترانزيسيون مع الانتيريور فاس، حنا هما لو ديرني بور اسوري لا ترانزيسيون، الركاده والعلاوي وداك الشيء، وحنا غاديين والهضره وكذا وداك الشيء راه ثقافه وحده. هادشي باش كنقول لكم رحنا ولاد العم، وليتو كتجلسوا واحد هنا في السعيديه من هذا الواد والاخر من هذا الواد كذا تا تا تا. انا كنحيي خوتي الجزائر اللي عقلاء، لا اللي كانوا مسؤولين قدام ولا اللي كاينين دابا وما يقدوش يهضروا، ولا مواطنين ولا مثقفين ولا واحد معكم على مسلسل. هو فرنساوي انا بالنسبه لي جزائري، زين الدين فرنساوي ولكن غيبقى قبايلي وغنفتخر به. علاش؟ صبري العموشي التونسي في المنتخب التونسي في فرنسا نبقى نعترف به، يعجبني الحال. علاش ما يعجبنيش الحال؟ ما يعجبني الحال بيان سور، كيف ما قلت لكم نعتز بالخضر باللومي وطارق دياب والتوقا والعقربي، يعني ما وصلنا دخلتوا صاحبي في هذه المتاهات ديال النداله والسخافه ولا سميتو سمحوا لي راه ما قدرتش. في الجزائر تعتبر الامبراطوريه الموحده دوله جزائريه، كيعتبروها جزائريه. المغرب ارض الشرفاء، هنري تيراس مثلا، قراو هنري تيراس راه فرنساوي، لذلك انتم بن عمنا حاشا انتم ياك. دابا عاد كنقراك انت مزيان، باقي معايا انا مزيان شكرا. حنا اللي عبيد، نتوما دابا اللي كتهضروا دابا هنا كتستفزوا البشر بلا ما يكون مغربي، كمواطن عالمي. هي نظام متوارث، قلت لكم سيروا يا الشماته، حيدوا الملك ديال اسبانيا وديال السويد وهولندا وبلجيكا، سيروا حيدوا هذا، سيروا حيدوا الملك، سيروا حيدوا الامبراطور ديال اليابان. عبيد بزاف عليك عبيد، حنا رجال وعايشين الحريه والديمقراطيه اللي ما عايشاش انت مع الشماته في الجزائر، اللي جالس كتلحس الكابا صباط كحل، كيبقى لابسو 3 شهور و 4 شهور ما كيحيدوا خانز وانت كتشم فيه، هما اللي كتشموا الصباط الخانز. انا كنحترم العسكر والجنود وكذا، وعزيز عليا النظام العسكري، المنظومه ماشي النظام، المنظومه العسكريه، لا ديسيبلين ولا ريغور والتضحيه والجهاد وكذا، كيف المغاربه كيف الجزائر كيف غيرهم، هذوك كنحترمهم لان مساكن غير مامورين. الجنود انا نتضامن مع الجنود الجزائريين لان غير مامورين، كلهم اللي تحت في الكراد وانت هابط كلهم غير مامورين من عند هذوك اللي شادين سميتو. جي انت تناقش الناس في النظام الملكي ديالهم، راه قلت لكم في الاول الا كنتوا رجال بقاو تكتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي وضحكوا على النقالزه، يحيدوا الملك واسكتلندا وسميتو عليه قول انت هولندا وبلجيكا واسبانيا، ضحكوا عليهم، والامبراطور ديال اليابان حتى هو ضحكوا على اليابانيين، قولوا لهم انتم عبيد، النقالزه عبيد، الاسبانيول عبيد، بلجيكا عبيد. تبارك الله. اجي المغرب، انت ما شفتيش المغرب، اجي ربك المغرب وتشوف يا ابن عمي كي داير المغرب، واخا فين تبان فرنسا وفين تبان الطاليان، جالسين كازوزه. انا مشيت لالجيري ملي حل الحسن الثاني والشادي الحدود الله يرحمهم، مشيت
عندكم كازوزه كحله وكازوزه صفراء ولا ما تشربش اصاحبي، ما تشربش. عندكم الفلوس الغاز غير كيدفق، مابقاش في الملكيه بزاف عليك الملكيه وليد، انت ما تعرفش شنو هما الملوك. اسمع بعدا السي شماته مزيان، خساره كتحمل السميه ديال واحد الظاهري كان زوين في المنتخب الجزائري، خساره كتحمل نفس الاسم حشومه. ملي كيكون شي لقاء ديال الزعماء ديال العالم، سير شوف يا بن الشماته الاخر، انت اللي حر حنا عبيد ماشي مشكل، ولكن سير شوف الملك ديالنا حنا اللي عبيد، شوف الملك ديالنا فين كيوقف. ملي كيكونوا الزعماء ديال الامريكان وفرنسا والمانيا واليابان وروسيا، شوف فين كيوقف الملك ديالنا وفين كيوقف الرئيس ديالكم اللي كيحكموه العسكر. ثم عندكم الرئيس بعدا بومدين على الاقل بعدا كان كولونيل، على الاقل هو براسو كان عسكري، بحال دابا بوتفليقه براسو ولا دابا التبون هذا الفراج لو فاجان دوميه. دوميه صاحبي كيحكموها العسكر، دوميه كيحكموها العسكر، دوميه. بوتفليقه صاحبي بقى بالكروسه والخروق وباقي حاطينو دايرينو رئيس، ما يهضر ما يشرب قهوه ما يدير والو، جالس يديروا له خروق وباقي حاسبينو رئيس. دوميه ديال العسكر ما بغاوش يحيدوه، باقي ما جبروش شكون اللي يديروا في بلاصتو، ثم باقي تابعين لي هذاك اللي كيبول في حوايجو عابيد. تما ربك انت راجل سير حيد هذاك شنقريحه عابيد تبارك الله بزاف عليك يا وليدي. ما تبقاوش ديروا الاستفزاز، هضر في المنطق وهضر في العقل. دخل المغرب اجي مرحبا بك، عطيو الفيزا هذا الا كنتو دايرين الفيزا على الجزائر عافاكم خليه يدخل شي الطياره على حسابي ديريكت، واجي تسارى ربك في المغرب وتشوف المغرب فين وصل. الله يا ربك تتشدك البكيه تقارن راسك مع الجزائر. لوتو كتبنيو مؤخرا الملاعب شداتكم الغيره من المغرب. حتى لو فاجان ديالكم تا استقبل قالوا لي شي فاقد الكره شي منتخبات ضحكت واحد اللقطه غير مع هذوك ديال كره السله يا ودي استقبلوا متاهلين لكاس العالم، حنا ديناه وصلنا للدومي فينال في لا كوب دي موند. قلت يا الشميت انت اللي كتقول لي العبيد دومي فينال. قنوات الجزائر كتقول لك مقابله ديال كرواتيا كاس العالم في قطر في 22. تحيه لقطر بعدا. سفر لمثله مع من لعبات الله اعلم. بلجيكا تنهزم اصابتين لواحده مع من الله اعلم، مع الشياطين مع الجنون مع عساوه ياك. كندا انهزمت مع من الله اعلم. اسبانيا تغادر المونديال بضربات الجزاء مع من الله اعلم. البرتغال تنهزم اصابه ل0 وتغادر المونديال. والعالم كله كيشوف يا الشميت المغاربه الجمهور كيخرج لهم كيقول له ايربورت ذيس واي ايربورت ذيس واي. تا كريستيانو صاحبنا اللي عزيز علينا ولد البلاد حتى هو فيه الدم ديال المغاربه، تا هو قالوا له ذيس واي. وانتم جالسين كتقولوا ما تجبدوش سميه المغرب على فمكم. ولكن كاين واحد فيكم راجل كنت كنسمعوا علي بن الشيخ كنحييه، تحياتي السي علي بن الشيخ. كاين واحد العادات ديال الطاقه تبارك الله الاحرار، علاش انا سميته نداء الى احرار الجزائر. ولكن انا ما نردش على بحال هذا الشماته هذا اللي سميتو مزيان، ما عليكش يا وليدي ماشي مشكل. ولكن الله يرد بك الله يرد بك. مرحبا بك عندي في جديده والله تنضيف خويا. جلست شحال ما عجبك ندي خويا لمراكش وورزازات وتفيلات ورباط ومكناس وفاس وتازا ووجده ونمشي. مرحبا تا كاين المطار في وجده انكل نمشي منه يا هاني بدا خايا مزيان. ابني عمي بلا ما تبقى تدخل في هذا. حنا قلنا لكم ودي السبان وليتو كطلبوا عندكم صاحبي الصحفي عزيز علي انا كنعتبره ارفع صحفي في قناه بين سبورت، ويمشي كيخدم النظام الجزائري يبدا كيسب المغاربه ويرمي البنات ديال المغاربه بالعراض ديالهم. انا في الحقيقه بقى فيا الحال علاش المغرب ما استدعاش السفير ديال قطر ويستدعي السفير ديالو في سميتو في الدوحه. اسمح لي شركه ما شغليش انا شركه، ما كاين قطر هذه ما كاين لا شركه لا والو، كاين الدوله. والاخر في الجزيره ملي جبت الصحراء المغربيه طردوه، وهذا كيضل يتفوه بالكلام السفيه. جاو هنا داروا له تكريم دين ربو والله ما دار ليه شي واحد تكريم كيف ملي داروا له في المغرب. هذاك دابا انا عزيز عليا كمعلق كيعمر لي القلب كيعجبني. شي خوتي المغاربه كنقول لهم شوف انا ما شغليش كيسب المغاربه ويسب المغربيات وكذا، الله ينعل البابا الجدر والتصيله شمات هاد الخلا. ولكن كمعلق رياضي كيعجبني صافي. السلام عليكم. داروا له تكريم هنا في المغرب، جمعيه سميتها هذيك ديال الرياضه ديالنا داروا له تكريم ما يفرحش به. داروه له في قطر، داروه له في باريس، داروه له المغاربه. وفي الاخر مشى بدا هو خدام مع النظام العسكري وكذا ماشي حشومه كاع صاحبي. زعما انت انسان راجل واعي وكبير، يمكن دابا راه هداه الله وقيلا يمكن حبس دابا هذا دي باسي. اسمح لينا الشاف ماشي مشكل. الله يرد بك انت الله يرد بك ثم الله يرد بكم. نعلو الشيطان اصاحبي نعلو الشيطان. هذا راه قمه ديال الندالة. راه التاريخ كيضحك عليكم. راه في المونديال خرجتوا على اون رانا حنا كنقراو 5 اللغات ضحكوا عليكم
الجرائد ديال العالم خرجوكم على اون، يعني صدق جريده كيكتبوا كيقول لك ها شنو قالت القنوات الجزائريه: كرواتيا تعادلت 0 لمثله، بلجيكا انهزمت 2-1، ياك اسبانيا تعادل يعني خسرت بضربات الجزاء. كتبوها بالالمانيه بالطليانيه بالفرنساويه بالانجليزيه، ضحكوا عليكم اصاحبي في امريكا الجنوبيه، ولاو كيضحكوا في قنوات الاعلام كيقول لك واش هاد الناس وصلوا لهذا الهواس، لهذه النداله ولهذه السخافه ولهذه الجهاله، مستوى ديال العداوه لهذه الدرجه هذه بانك ما تذكرش بان كرواتيا تعادلت مع المغرب 0-0، بلجيكا انهزمت 2-1 مع المغرب، اسبانيا خرجت ضربات الجزاء وانهزمت مع المغرب، البرتغال الرئيسيه ديال يوسف النصيري حطمت الرقم القياسي في الاتفاقيه ديال كاس العالم، فات رونالدو مع المغرب. ضحكوا عليكم اصاحبي، اي كيبقى فيا الحال انا ملي كنشوف الكبر كيضحكوا عليكم لانكم نتوما بني عمي اصاحبي، شاركين الدم يا ربك، شاركين الدم يا ربك اصاحبي. عيب هادشي اللي كديروا. شوفوا دابا الخوت اللي كيجيو هنا للمغرب كيشدوا الطياره ويجيو، علاش؟ لان العسكر في الجزائر قال لك حقا المخدرات، سبحان الله، العالم كله خصو يسد الحدود لو بقات القصه ديال المخدرات. نتوما كديروا الارهاب اصاحبي، الارهاب هو اللي داروا بعدا مع البوزاريو تيندوف في الصحراء الكبرى كامله، خالقين جبتوا واحد العدد ديال اللقطاء ومحتاج زين مغاربه تما، محتاج زينهم ياك، وكتجوعوهم والناس عايشين. الزعامه محمد عبد العزيز المراكشي راه مغربي اللي درتوه رئيس ديال البوزاريو وبديتو كدعموه، جالسين مبرعين في الجي مع راسهم، الاوساك ديال جايه من سكوتش ويسكي سكوتيش بخير، شي حاجه اخرى الله اعلم عاوتاني بلا ما نهضروا في ذاك الواد، والاخرين جالسين رامينهم في الدبان والرمله والعجاج والخرا والقياطنه صاحبي، جالسين في القيطونه ابن عمي، وجيو سدوا الحدود. قال لك لا حقا انتم دابا ملي فجرتوا اطلس اسني ما عاديه هذيك، دابا هذيك عمليه زوينه هذيك لانها فجر اطلس اسني هذاك مزيان. الخدمه اللي كديروا نتوما على العالم كامل، الفلوس ديال الشعب الجزائري كتخسر صاحبي على القياده ديال الصحراء، ماشي على الصحراويين، على المغاربه وعلى اللقطاء اللي جابوهم كلهم منين كانوا حارقين وشديتوهم تما ودخلتوهم لتيندوف، دراوش تما مساكن، يعني ماشي كلهم لقطاء ولكن فيهم الشرفاء محتجزين حتى هما، كديروا غسيل الدماء. راه المواثيق الدوليه المغرب ما عرفش يخدم على هذه النقطه هذه، خص دينا ربكم يعاقبكم لانكم كديروا غسيل الدماغ للاطفال من الصغار، من الصغر كديروا غسيل الدماغ على الكراهيه وعلى التجنيد. راه المشكل ديال التشغيل ديال الاطفال، تجي تلقى مشغلتيه في القهوه كيغسل المعن فيها بروسي ولا يسدوا لك القهوه، ثم صاحبي عاطينو السلاح محرف، السلاح باقي طفل، ماشي اغتصاب ديال الطفوله هذه. ماشي النظام الجزائري خصو يتعلق، محكمه الجنايات الدوليه يضربوا دينا ربهم ب 55 عام الحبس الواحد في الوطروه. عين قولوا دابا مصطفى الولي السيد فهمناه الله يرحمه، الناس اللي كانوا معاه رجعوا، راه الملك ديالنا راه عطاه هذا والي هذا عامل هذا راه في اداره كذا فيهم اللي جالسين معاكم في اللجنه الرابعه. تصفيه الاستعمار، تصفيه الاستعمار من اسبانيا ماشي من شنو هو تصفيه الاستعمار؟ تصفيه الاستعمار حنا خصنا نصفيو الاستعمار ديال الناس اللي مع اسبانيا، ولكن غلطات الدوله المغربيه. انا قلتها وعاودتها وحتى واحد ما بغى يفهمني، قلت لهم علاش كتقبلوا بالجزائر تفاوض في المشكل ديال الصحراء؟ محتضنا البوزاريو في تيندوف المغربيه شغله هذا، ولكن باش تجلس معايا انا باش يجي المبعوث الاممي يدوز الالجي ويجي عندي الرباط لا ما نستقبلوه، اسمح لي ما عنديش انا علاقه مع الجزائر، ما تدخلش في الصحراء لان ما عندها حتى شي حاجه. ودخلوا تونس ديك الساعه صاحبي، دخلوا القذافي ديك الساعه، كان كيعاون البوزاريو حتى هو الله يرحمه، ولكن القذافي راجل نهار اللي جلس مع الحسن الثاني في وجده في الخيمه السلطانيه وقعوا اتحاد العربي الافريقي، من هذاك النهار ما عاود جاوب بوزاريو في التليفون، ما عاود صفت لهم الريال، ما عاود دافع عليهم دبلوماسيا، ماشي بحالكم نتوما الشميت. عوض قال لك نسيت قبيله الناس تغلب الناس وانا نغلب عيشه اختي، هذه هو المثل اللي كنقولها في المغرب حنا بون على الاقل بعدا في نواحي ديال تازا، ما بعدينش عليكم يا بن عمي، الناس تغلب الناس وانا نغلب عيشه اختي. خدامين الاله الدبلوماسيه الجزائريه الهوس ديالها كله هو ياك فضحوكم خوتنا بعد التوانسه ها شابو ووحدين اخرين فضحوا الناس ديالكم ديال الدبلوماسيه في الاروقه ديال منظمه الوحده الافريقيه ولا الاتحاد الافريقي لاحقا ولا منظمات اخرى، كيقولوا تلقى لي الاخر ديال الجزائر بالمالطه عامره بالدولار في الكولوار، كيقول لي باش تصوت معنا، كنقول له لا انا كنمثل دوله شريفه ودوله ذات سياده سميتها تونس، كتباعوش كتشراوش
هما الا كذبتوني قول التوانسه يعاودوا يخرجوا واش ما قالوهاش التلفازات مسجل هذاك الشيء. راه باقيين احياء الان اللي جاو عندكم الشميت ديالكم بحال هادو الشميت اللي كيسبوا المغاربه دابا ما امنيش بالعمومه اللي الشميت الاخرين كولوار كيتلاقاه لانه ما قدرش هيا بالمواصلات من قبل والو في الاخر اخر لحظه كيبقى عند هذاك الشماته الجزائري كيبقى عنده اخر امل هو يتلقاه في الكولوار ويحلوا الماليطه داكشي اللي كتشوف في الافلام يحلوا الماليطه ويبان ليه الدولار مستف يقول له لا. وهذاك المسؤول التونسي مسكين راه بيني وبينكم بين قوسين راه غيكون حتى هو محتاج لشويه ديال الفلوس ولكن لا الشرف لا يقدر بثمن. تحيه لتونس الخضراء والجميع الشرفاء حتى الجزائر فيهم شرفاء يرفضوا يتشراو حتى هما يرفضوا يتشراو بالدولار ومحتاج يرفض يتشرى ما يخدمش بوق. مثقفين دابا الجزائريين والفنانين شحال منهم تعرضوا للضغوطات الضغوطات السياسيه والضغوطات حتى العائليه ولا الا عندهم شي تجاره والضغوطات الماليه الاغراءات الماليه غير باش يخرجوا ضد المغرب ما بغاوش شرفاء ماشي بالضروره كيجيو يغنيو في المغرب لا يمكن عمرهم ما حطوا رجلهم في المغرب حنا كنعرفوهم من بعيد مغناطيسيين لان عارفين كاينين شرفاء وشريفات سيادي ولياتي اللي كنقولوا سيادي ولياتي يعني لا وسيدي شرفاء والجزائر عامره بالشرفاء وهذا هو الامل ديالنا حنايا شرفاء احرار الجزائر باش لعل دابا مع الاسف حنا في زمن التفاهه اللي قال هذاك الكاتب كندي هو اللي كتبها زمن التفاهه كتاب هذا سير قراو زمن التفاهه. حنا دابا في زمن التفاهه صوت الجهلاء يعلو على صوت العقلاء والعلماء ولكن مع ذلك كنقول وكنعاود واخا شي مرات انا نقدر نرياجي بحال هذا دابا اللي دار لي هذا الكلام ولكن لا كنآمن بانه شنو قلت لكم قبيلات حنا كافينا غير 5 سنين وغادي نرجعوا بالنعم كما كنا من قبل ماشي 25 عام ديال تغيير الاجيال لا 5 ans ما كاملاش غادي نكونوا خوت من العام الاولى غنوليو خوت. شتي دابا يصفى المشكل ديال هذه الجزائر النظام العسكري يعطينا الثقه في هذه الصحراء وما نجبدولوش الصحراء الشرقيه ديال تيندوف والعبادله والقناطسه وبشار وداك الشيء. هذاك العام شحال ديال المغاربه غيضيفوا الجزائر وشحال ديال الجزائر غيضيفوا المغاربه. انا ملي مشيت في 88 وقفت نقطع في البيه في التران انا وخاي محمد خاي صغير مني بعامين غاديين عند عامر خاي الطالب غاديين على تونس وغنكملوا بابل واحد العام حتى هي قصه اخرى خصها تالف كتاب. ساليو محمد فراتيلو. وقفت في الكيشي غادي نقطع هز فيا عينه قال لي لا ما نقطعلكش. قلت له انا ديك الساعه غادي نمشي واقيلا من وهران لالجي ولا غادي من الجي لقسنطينه ما عقلتش فاش غادي نقطعوا حيت كل مدينه كنا كنباتوا فيها ليله ولا يومين عاد نزيد. دار فيها هكا قال لي لا ما نقطعلكش. قلت له علاش راه بغيت التران الفلاني وكذا. قال لي لا ما نقطعلكش. قلت له كيفاش لاباس ما كاين باس. قال لي انت الاخ مغربي. قلت له مغربي. قال لي تمشي تبات عندي الليله تباتوا عندي وغدا عاد سيروا. هذا هو المغرب والجزائر كيف ما ملي كيجي جزائري للمغرب ميم شوز. نهار يفضى هذه المصيبه اللي خلقتوا لينا ديال الصحراء ونتكالموا مع راسنا كاملين غادي تنمى الجزائر وغيتنمى المغرب في ذلك شكو تونس وموريتانيا وكلشي غيتنمى وليبيا لان المصيبه ديال هذا الصراع ديال المغرب والجزائر راه معطل التنميه في افريقيا صاحبي في شمال افريقيا بعد اولا موريتان والمغرب والجزائر وتونس وليبيا تابعين. عطيتكم انا هكا نيشان طق 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 ديزان فلي كانوا كتبان من قبل غادي نبدا موريتانيا من هناك موريتانيا المغرب الجزائر تونس ليبيا. غير يصفى هذا المشكل هذا العام الاولى غادي يوقع الهيجان ديال لي فول وديال الطوموبيلات الديوانه غيوحلوا خصهم يحلوا تقابي اخرين ديال الديوانه منين يدوزوا البشر الافواج ماشي الناس اللي بالضروره العائله مقسومه بين فيكيك والجزائر لهاد الجهه ولا عند السعيديه ولا عند احفير ولا لا المغرب كامل وبلا ما يكون عنده لا عائله ولا اصحاب ولا والو. غير المغاربه غادي يدخلوا يشوفوا الجزائر والجزائر غادي يدخلوا يشوفوا المغرب وغادي يضايفوا واخا يكون شاد لوطيل واخا كذا يتلاقى في القهوه يتلاقى في الشارع يعرض عليه يدير الدار وكذا الى اخره في العام الاولى كونوا على يقين. وهانتم قولوا ما قارناش بالقاسم الشبري ابو القاسم الشبري تحيه نضاليه بن عمي نعلو الشيطان الله يرد بكم الله يهديكم الله يرد بكم الله يهديكم. والا كان شي واحد ملحد حتى هو غادي ناديو له بشي شكون هو الاله اللي كتامن به نطلبوه لك حتى هو انت ملحد باش يهديك باخوس روج
اسيدي يا باخوس هدي لينا هاد خوتنا لا مغاربه ولا الجزائر ينعروا الشيطان يرجعوا يشدوا الطريق. كفاكم سخابا اللي قال مظفر نواب، كفاكم سخابا صافي حشومه كاع. راه يبقى يهضر بنادم 17 ساعه، دابا وصلت ساعه و15 دقيقه و16 ثانيه، راه نبقى نهضر 3 شهور ما نسكتش اصاحبي. لان كنشوف انا شخصيا فاش كبرت كيفاش كنا واحد الوقيته ولينا كنعرفوا الجزائر اكثر من المغرب، والكويريات الجزائر يمكن اكثر من المغرب، ولكن اغتصبني بومدين في الطفوله ديالي. ملي جاو عندنا لي روفولي دالجيري وحنا في وداملين جانا نصيب وانا باقي طفل يافع باقي شاب 10 سنين، عندي 10 نول 65 75 76 جاو لي روفولي دالجيري. تحيه اخوتي. جانا نصيب في وداملين يخدموا هنا مع النهار وكيتصرفوا مع بابا في الحانوت مع خالي الوالد الله يرحمه. كتلقى بنادم اللي كيعاود لك كيفاش كان عايش في الجزائر. السيد كان كروسيست، هذا شركه وكيعاودوا على راسهم وعلى خوتو وعلى خوتنا وعلى، وفي الاخر ولاو جاو يعيشوا واحد العيشه ديال كتشوفهم هما وكتشوف ولادهم وكتشوف كذا وكتشوف كذا وتشوف كذا وتشوف. ويجي القايد عند بابا الله يرحمه عند خاي كيقول له ودي انا اللي كنضمنهم غير عطيهم الناس كيف ولاو عايشين مساكن كذا الى اخره. هذا ماشي اغتصاب، هذا ماشي اغتصاب. انا ملي كنتفكر كتجيني الدموع، والله الا كيهبطوا لي الدموع وراني غير حابسهم. راه قائمه بالعوجي الصحفيه المتالقه صالين قائمه، نهار اللي جابوها في التلفزه وكتهضر بقات كتهضر في الاخر صافي ما يمكنش ما يغلبوكش الدموع، ما يمكنش. بغيت نختم بواحد القضيه. زعطوط هذاك دابا اللي مطلوب للراس ديالو النظام العسكري الفاشل الجزائري، عايش في السويد ولا ما فين عايش، في اسكتلندا ولا فين عايش. داز معايا في ندوه في الرباط، ديال من؟ ديال الجمعيه المغربيه ديال مطرودي الجزائر الطرف تاع السفلى. درت معاه في المركب ديال مؤسسه محمد السادس وكاله الاعمال الاجتماعيه للتربيه والتكوين ولا داكشي حتى قبل كورونا. كان معنا استاذ باحث مبرز، دخلوا له القناه ديالو يوتيوب سي نور الدين بن الحداد. تحيه اخويا نور الدين سي بن الحداد اللي ضرني بزاف. واحد الراس ديالو مطلوب يقال كان هو، وكان واحد عايش في جنيف، يعني هذاك تحت الحمايه كنظن وكاله ديال منظمه العفو الدوليه ولا شكون. المهم كانوا جوج، هذاك ديال سويسرا رجل ابير بربر كاينش اللعب هذا الجزائري نيشان بحال اريفينو ديالنا حنا نيشان ولا شي تاجي هادئ كار عاقل منظم. هذاك زعطوط اللي كيضل في التلفازه بلا 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 على النظام الجزائري، حتى هو كينازع المغرب في الصحراء ديالو. دابا انت زعطوط قاري التاريخ اللي جاي تنازع المغرب في الصحراء ديالو. عندك انت شي حاجه ربك انت في ديك الصحراء ديال العيون والسماره والقرقرات وبوجدور والداخله، عندك انت في حاجه؟ انت كجزائري عندك فيها شي حاجه؟ انت اللي غنديرو كرئيس ديال الجزائر صافي اجماع الشعب الجزائري يديروا زعطوط هو الرئيس صافي. عندك شي حاجه انت في ديك الصحراء؟ عندك شي حبه ديال الرمله جدك تما كيسال شي حاجه؟ ولكن وقفنا الندوه، كان سي نور الدين بن الحداد هو اللي كيدير العرض. وقفنا الندوه وهو ضيف عند خوتنا اللي هما رؤساء، يعني هذا رئيس كتيب عام المكتب ديال الجمعيه اللي هما ضحايا. في واحد جوج ديال الخطب هذا عقلت عليهم وجاده الشاوش. ياك تحيه اخويا الشاوش، شحال هذه ما تواصلنا راكم ديما في البال. عاد ولينا كذا لا هذاك الاخ الجزائري اللي من سويسرا ولا انا شخصيا ولا واحدين اخرين سي الشاوش والاخرين وكذا، ولينا عاد باش نكالمي وكذا وهذه الى اخره. لان نور الدين جبد اولا هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه، وجبد الموقف ديال الشعب الجزائري من الصحراء المغربيه. هادشي اللي كنقول لكم انا دابا. الشعب الجزائري اش دخل هو كرموستو في الحبل؟ اشنو دخل الشعب الجزائري؟ يعني بحال قالوا شنو دخل كرموست انت في الحبل؟ عرفتوا القلاده ديال الكرموست؟ نتوما كتقولوا القلاده ديال الكرموست بحالنا حنا توازا ياك الشريحه. شنو دخل قربوزتك في الحبل؟ قربوزه هي لو كول ياك فهمناها. ما كيفهمش الدارجه ديال المغاربه والجزائر. ولو كول pourquoi te faire pénétrer ton cul dans un حبل dans un fil؟ اش جابكم نتوما للصحراء؟ هذا واحد مطلوب الراس ديالو النظام الجزائري العسكري، ويجي هو مازال كيعاود الخرافه ديال فين عايش في الوقواق ولا فين. ماشي حشومه.
باش نختم لكم، واش دابا تقبلوا نتوما الجزائر؟ جاوبونا على هذا السؤال. شنو دخل الشعب الجزائري؟ ماشي النظام الجزائري، عنده حساباته الله يعاون، النظام في المغرب عنده حساباته الله يعاون، صافي. حنا كشعوب اشنو دخل الشعب الجزائري في الصحراء المغربيه؟ شنو هي المطالب اللي عندكم نتوما؟ ما تقوليش انا تقرير المصير دين ربك، انت هذاك الشعب الصحراوي ما عندي نجبر امك به ما دير، بعيد عليك، ما عندك. سير كوبا، سير فنزويلا، راه دابا الامريكان سميتو هذاك اللي باغيين يقلبوا الرؤساء ديال امريكا الجنوبيه، تحيات تشي جيفارا. انا راه جيفاري في الدماغ ديالي، ولكن ملكي اسلامي، انا شيوعي جيفاري ملكي اسلامي، كندافع على الملكيه لان الملكيه لا تنتمي الى الملك، الملكيه تراث وطني مغربي، كيف ما بريطانيا تراث وطني بريطاني، في اسبانيا تراث وطني اسباني. حنا المغرب الملكيه ليست ملكا للملك، صافي. انا كنتكلم معكم كباحث متخصص في التراث، الملكيه في المغرب ليست ملكا للملك وللعائله الملكيه الشريفه الله ينصر سيدنا، نهائيا. تراث وطني ارث للشعب المغربي منذ عهد الممالك الامازيغ الى يومنا هذا بدون انقطاع. واخا الدخول ديال الرومان شدوا غير فوق ديال الرباط عند طنجه، ما شدوش حتى تازا وجده، راه واخا دخلوا عليهم راه من الجزائر دازوا على وجده وتازا، دازوا علينا، دازوا عندنا، دازوا على بلادنا، فدابا هبطوا حتى فاش ما شدوش، حتى مكناس ما شدوش. وليلي تقولوا زيدت حسننا والرباط لتحت بقات الممالك الامازيغ. نتوما الجزائر مع الاسف درتوا الممالك ديالكم مشات، كانت اعظم الممالك الامازيغ، كانت فيما يسمى الجزائر اليوم، تكونوا واضحين تاريخيا نهضروا، كانت اعظم الممالك الامازيغ هي اللي كانت، حيث اليوم الجزائر كنشهدوا بها، ولكن من بعد صافي ساليته مشى هذاك. حنا بقات الممالك الامازيغ، جا مولاي ادريس اللي دخل الاسلام، جا مولاي ادريس نصبناه ملك، صافي، امير سلطان مولاي ادريس، المرابطين يوسف بن تشافين، الموحدين، المارينيين، الوطاسيون، السعديون، العلويين. مات الملك عاش الملك، بقى هي الواقع هو هذا. غتقول دابا الله ينصر سيدنا والله يزكي العمر والله يشافيه، كيموت الملك كيطلع الملك في نظام وانتظام وفي امن وامان، كنخسروا لا ملاير في الانتخابات ولا بيع وشراء ولا طلعت ولا هبطت، هانيين مع راسنا باقيين شادين في الملكيه الى اليوم. الملكيه كما قلت لكم تراث وطن. واخا دونك السؤال شنو هو الدخل ديال الشعب الجزائري، الشعب ماشي النظام، الشعب الصحراء المغربيه اللي ما عنده بها الجزائر حتى علاقه نهائيا ديتو، ما ضركم حتى في شي حاجه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني واش تقبلوا؟ انا كندوي معكم دابا الشبري باسم المغاربه قاطبه الى غدا الجزائر، بان بلي ان واحد الطرف ديال التراب كانت داتو الى ايطاليا وعطاتو لليبيا ومشات الجزائر، تسترجعوا دابا من ليبيا، نوضوا حنا نوقفوا نقولوا لا كذا طاطا. كيفاش غتجيكم؟ غتعجبكم؟ ما تعجبكمش، ما تعجبكمش. علما انه نسيت واحد القضيه مع خوتنا التوانسه، فرنسا ملي دات المغرب الصحراء الشرقيه اللي هي بمثابه الدوله اللي تحسبها جغرافيا راه دوله، داو لتونس الغرب التونسي وضموه للجزائر الفرنسيه، حيت الفرنساويين ما كانوش كيخداو هذه الاراضي للجزائريين، ماشي لكم نتوما بني عمي، لا، خداوهم ليهم، لانه هما كانوا كيعتبروا الجزائر غتبقى بحال جزيره لا ريونيون، بحال غوادلوب، بحال مارتينيك وترومير، وقسموا الجزائر على 4 ديبارتمون. ياك ولا لا؟ الا غلط صحوا لي صافي. قسموها 4 ديبارتمون وكيديروا وزارات اوترومير، وزارات ما وراء البحار. دونك هما ضموها لفرنسا، ما ضموهاش للجزائريين لسواد عيون الجزائر اللي كانوا كيقتلوهم، كانوا كيقتلوا الجزائر، صافي، قتلوا مئات الالاف ديال الجزائريين وداو الخيرات ديال الجزائر، ولكن قطعوا طرف من الغرب التونسي. ياك واش القسنطينه ولا العنابه؟ نتوما اللي عارفين. المهم انا ما بغيتش ندخل دابا، كنعطيكم سؤال باش تجاوبوني. داو طرف من الغرب التونسي ضموه لفرنسا، داو طرف كبير بمثابه الدوله من الصحراء الشرقيه المغربيه وضموه لفرنسا، ماشي لسواد عيون بني عمنا الجزائر، وانما لسواد عيون الفرنسيين والفرنسيات. دونك دابا جاوبونا على جوج الاسئله باش نختم. السلام عليكم. ديال دقيقه و25 ثانيه، ساعه و25 ثانيه. اشنو دخل قربوزتكم في الحبل باش نتوما توليو تجيو تنازعوا المغاربه في الصحراء ديالهم؟ الصحراء ماشي ديال الملك، هي باش تهناو مع راسكم. الصحراء ديال الشعب المغربي، راه ديال المغاربه، راه 350,000 هما اللي مشاو، والمغاربه هما اللي كيدفعوا من جيبهم.
والمغاربه هما اللي كيبنيو الصحراء اليوم. سيروا شوفوا كي ولات المدن ديال الصحراء، كاينه توجيهات ملكيه اي مزيان، سياسه ملكيه، ولكن الصحراء ملك للشعب المغربي، بحال طنجه، بحال فاس، بحال وجده، بحال الرباط، بحال دابا هذه الجديده اللي انا فيها، بحال اي مدينه، ملك ديال المغاربه. اش دخلكم نتوما في الصحراء ديال المغرب؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، واش تقبلوا ننازعوا حنا المغاربه الجزائر الا بغات تسترجع شي طرف من بلادها كانت داتو ليها شي دوله استعماريه مجاوره؟ الا بغينا حنا ندعموا داك الساعه ديك الدوله المجاوره ونوضوا ضد الجزائر ونمشيو نخلقوا عاوتاني واحد الكيان وهمي وكذا وكذا وكذا. وباش نختم لكم اللي فضلت لكم على الصحراء الشرقيه والغرب ديال تونس، هذيك الصحراء ديال الجزائر الكبرى لتحت كامله بلا الطوارق راه ما عمرها ما كان ديال الجزائر، تاريخيا لم يثبت يوما انها كانت جزائريه، حتى هي ضمتها فرنسا الى فرنسا، ماشي الى الجزائر، الى فرنسا دوترومير ما وراء البحار، وفيها دارت تجارب النوويه. السلام عليكم. دابا الرجوله ماشي هي يكون عندك مليون شهيد، راه عيب، عيب يا بني عندنا كيضرني الحال ملي كتقولوا ديتوه مليون ونص، يعني الموتى كيولدوا، راه اللي راجل كيموتولوش مليون ونص ديال الرجال. تحيه للشهداء بوضياف اخر الرجال. كل العلماء والمثقفين والفنانين والرياضيين والشعب، ابناء الشعب البسطاء اللي عقلاء ياك وعلماء وكيرزنوا وعزيز عليهم اخوه، ماشي غير مع المغرب، مع تونس، مع ليبيا، مع موريتانيا، مع العالم. حنا كائن كوني، العالم كله رجع قريه صغيره، الناس كتكتل. اوروبا داروا الاتحاد الاوروبي، دابا بالسوق سميتو هذيك دول بيلونيركس حديد وكذا، داروا السوق الاوروبيه المشتركه وداروا الاتحاد الاوروبي. وحنا نوضنا نديروا الاتحاد المغرب العربي في مراكش عاوتاني باش ما تنساوش، في مراكش عبد المؤمن الدوله الموحده ديال الجزائر في مراكش فين تاسست ديما